السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وكالعادة صلوا على سيدنا النبي. إلى جميع طلاب الصف الثاني الثانوي دفعة 2026 في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. كالعادة بجدد شكري وممتن وكلامكم ده فوق دماغي للكومنتات اللي أكتر من رائعة اللي شفناها على الفيديو الحصة الأولى اللي نزلت على قناة اليوتيوب، وان يبقى في اكتر من 20,000 واحد على مستوى مصر الحمد لله من غير اي اعلانات، من غير اي دعايه، يبقوا عايزين يسمعونا من غير ما نسوق للفيديوهات. فدي حاجه كبيره جدا جدا جدا، واحنا اتفقنا طالما احنا عاملين حاجه لله هي هتتسوق لوحدها، وهي يبقى ليها جمهورها لوحدها، وانتوا ان شاء الله اللي هتتكلموا عليها في كل حته في مصر، عشان يبقى اللي احنا بنقدمه ده هو اقوى منهج للصف الثاني الثانوي لدفعه 2026 باذن الله. وبفكرك ان كل ده هيبقى مجانا على اليوتيوب وعلى المنصه. اليوتيوب بننزل فيه الشرح اللي احنا ان شاء الله هنشتغله النهارده مع حل بسيط يفهمنا الحصه بتتكلم على ايه. بعد كده هندخلك على المنصه عشان نشوف بقى الجزء الاكبر من الحل، وعلشان تمتحن على الحصه اللي فاتت يا معلم قبل ما تخش على الحصه دي، وعلشان تلاقي محتوى الكتاب اللي انت هنذاكر منه. كل الكلام ده هينزل لك مجانا على المنصه، اللي هتلاقي فيديو على قناه اليوتيوب وانت بتشوفني. لو رجعت كده تسكرول في الفيديوهات، لسه عامل لك من كام يوم فيديو بيوضح لك ازاي تخش تعمل اكونت على المنصه. والغرض كمان من المنصه ده بفكرك ان احنا نقدر نتابع حضرتك وانك تمتحن، وان احنا نكلمك ونكلم ولي امرك، وتبقى البيانات كلها بتاعتك معانا، عشان نعمل كل حاجه قدام ربنا سبحانه وتعالى كاننا بناخد منك فلوس. بس احنا بناخد منك اللي اكتر من فلوس، بناخد منكم دعواتكم وحبكم والكومنتات اللي احنا ممكن لما بنرجع من يوم طويل جدا شغل مثلا لطلبه ثالثه ثانوي، سواء سنتر او اونلاين او بنصور، ونرجع نلاقي الكومنتات دي والله يا اخواتي بتغنينا عن كل حاجه. ومش عايز اقول لك ان انا اول حصه كنت شغال بكسل. يعني ايه؟ يعني اللي انت شفته ده وعمال تقول الحصه جامده جدا وانا اول مره افهم واحل وي 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 وي، انا عايز اقول لك كانت المنهج ده تقيل على قلبي. ليه؟ عشان اول مره نقدم محتوى مجانا، والمحتوى المجانا ده يخليني اخاف ربنا اكتر، يخليني اعامل ربنا سبحانه وتعالى اكتر. اخاف ان هو عشان المحتوى مجانا ان انا اقتصد في معلومه او ابخل في معلومه، بس اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ما بخلناش في معلومه الاسبوع اللي فات. فالنهارده ان شاء الله لو المحاضره اللي فاتت عجبتك، فالنهارده هتعجبك اكتر جدا 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 جدا. بص بقى يا معلم، احنا عايزين نقسم المحاضره بتاعتنا النهارده لثلاث عناوين. يعني اول ما نوصل للعنوان الثالث اعرف ان الحصه بتاعتنا خلصت. خلصتها تجري تفتح المنصه بالاكونت اللي انت عامله عشان تتفرج على فيديو التدريبات الكامله بقى اللي احنا بننزلها ان شاء الله اسبوعيا على المنصه. اول موضوع معانا عايزين نتكلم عليه النهارده وهو صيغه الابعاد. يعني ايه كلمه صيغه الابعاد؟ اول سؤال هنساله لنفسنا، يعني ايه كلمه صيغه الابعاد؟ ما المقصود حبايبي بكلمه صيغه الابعاد؟ صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا معلم، صراحه كده في يوم من الايام العلماء وهم قاعدين مع بعض لقوا ان الكميات الفيزيائيه بقت كتير قوي. واحنا اتفقنا الكميات الفيزيائيه نوعين، اساسيه ومشتقه. الاساسيه بيبقوا 7، واي حاجه غير السبع بنقول عليها كميه مشتقه، وده كلام الاسبوع اللي فات، صح ولا ايه؟ طب حلو قوي مستر. طب المشتقه دي كام واحده؟ عدد لا نهائي. احنا عندنا عدد كميات كبير جدا 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 بنسميه كميات مشتقه. فالعلماء وهم قاعدين مع بعض كده في يوم من الايام قال لك احنا ناقصين صداع، ناقصين قرف، ده احنا عندنا كميات فيزيائيه مشتقه قد كده. طب ايه رايك اي كميه فيزيائيه مشتقه لما نيجي نتكلم عليها بدلاله ثلاث كميات بس؟ يعني ايه؟ صلوا على سيدنا النبي. تخيل كده مثلا انت عندك مثلا مصاحب 100 واحد، او انت مصاحبه 100 واحده، حلو قوي. فلو حضرتك مصاحب 100 واحد وانا عايز اعرف انت شخصيتك عامله ازاي، حد يقول لي خلاص بقى روح اسال ال100، احنا فاضيين يالا نروح نكلم 100 واحد عشان نعرف شخصيتك عامله ازاي؟ لا، فاحنا نقينا اهم واغلى 3 في اصحابك اللي لما نروح لهم هيقولوا لنا كل حاجه عنك من غير ما ينافقونا ويكذبوا علينا. فنعيد تاني، تخيل ان انت عندك 100 واحد انت مصاحبه، رحت انا منقي اهم 3 في اصحابك
عشان اسالهم عليك، اخلاقك عامله ازاي، شكلك عامل ازاي، صوتك عامل ازاي، لبسك عامل ازاي، ريحتك عامله ازاي. فانا عشان اعرف كل حاجه عنك نقيت اهم 3 ناس في اصحابك. نفس الكلام الكميات الفيزيائيه، عشان اعرف كل حاجه عنها هسال 3 كميات. يبقى في 3 كميات فيزيائيه بنروح لها عشان نعرف اي معلومه عن اي كميه فيزيائيه ثانيه. مين هم بقى؟ العلماء قالوا لنا اول كميه هي الكتله، ماشي. تاني كميه هي الطول، عايز تقول طول، عايز تقول مسافه، براحتك قول زي ما انت تقول. احنا اتفقنا ان كلمه طول ليها مشتقات كتير، يعني لو قلنا طول قلنا محيط، قلنا نصف قطر، قلنا مسافه، قلنا ازاحه، كلهم بيقاسوا بالمتر، في كلهم بالنسبه لنا حاجه واحده. حلو قوي. ادي الكتله، ادي الطول، واخيرا الزمن. يعني لو حبيت مثلا اعرف السرعه دي اخبارها عامله ازاي، اسال دولت. حبيت اعرف العجله اخبارها عامله ازاي، اسال دولت. حبيت اعرف القوه عامله ازاي، اسال دولت. حبيت اعرف الشغل احواله عامله ازاي، اسال دولت. يبقى اي كميه فيزيائيه عايز تعرف عنها اي معلومه، اسال ال3 اصحابها القريبين منها. معنى كده ان اي كميه فيزيائيه علشان نعرف عنها جميع المعلومات بنعرفها بدلاله كم كميه فيزيائيه اخرى؟ 3. قولهم يلا معايا، مين ومين ومين؟ قول. الكتله والطول والزمن. طيب العلماء بقى قالوا لنا ايه؟ هو مش احنا عارفين يا برنس ان كل واحده من دولت لها وحده قياس؟ حصل. احنا عرفنا من الاسبوع اللي فات، الناس المحترمه اللي مذاكره اللي هي اخواتي، ان الكتله مثلا بنقيسها بالكيلوجرام، ان الطول بنقيسه بالمتر، وان الزمن بنقيسه بالسكند، بالثانيه. اللي انا كتبته ده يا عصمت اسمه صيغه الابعاد ولا اسمه وحده القياس؟ وحده القياس. احنا بقى عايزين نجيب لكل واحده من دولت حاجه اسمها صيغه الابعاد. يعني ايه صيغه الابعاد؟ رمز غير اساميهم وغير وحدتهم، عن طريقهم نعرف نعبر بواسطتهم عن اي كميه فيزيائيه اخرى. تاني انا عايز اجيب لكل واحده من دولت رمز، عن طريق الرموز دي نقدر نتعرف على اي كميه فيزيائيه اخرى. مين هم بقى؟ قال لك والله يا مستر الكتله الرمز بتاعها حرف الام بس بنكتبه كابيتال. طب جميل. الطول الحرف بتاعه اسمه ال بس بنكتبه كابيتال. الزمن الحرف اللي بيعبر عنها اسمه تي وبنكتبه حرف الكابيتال. يا مستر هو مش الزمن الوحده بتاعته ثانيه؟ انت يالا عبيط يالا، انا مش بقول لك وحده، انا عايز رمز بواسطته نقدر نعبر عن اي كميه فيزيائيه ثانيه. يبقى خلاص لما اجي اقول لك صيغه الابعاد دي طريقه بنقدر من خلالها ان احنا نعرف ونتعرف على اي كميه فيزيائيه اخرى بدلاله كم كميه عصمت؟ حلو قوي. اللي هم مين ومين ومين؟ الكتله والطول والزمن. رمز الكتله في صيغه الابعاد ام كابيتال، رمز الطول في صيغه الابعاد اللي كابيتال، رمز الزمن في صيغه الابعاد تي كابيتال. في مشكله في الكلام ده؟ حلو قوي قوي. امال ايه الكيلوجرام والمتر والثانيه؟ دولت كده اسمهم صيغه الابعاد ولا اسمهم وحدات؟ وحدات. انا هنا بتكلم على صيغه الابعاد. يبقى الرمز اللي هيعبر عن الكتله في صيغه الابعاد ام كابيتال، الطول ال كابيتال، الزمن تي كابيتال. حلو قوي. احنا بقى افكار مسائلنا ايه؟ يعني انا بطلب من حضرتك ايه؟ انا بطلب من حضرتك ان انا هجيب لك كميه فيزيائيه غير ال3، ولا هطلب منك اول فكره اهو كميه فيزيائيه غير ال3، ومن خلال القانون بتاعها نعرف نجيب صيغه الابعاد بتاعتها. ازاي؟ تعالى كده نشوف. يبقى اول فكره معانا عايزين نتكلم عليها، ازاي من القانون بتاع اي كميه فيزيائيه غير ال3 دولت نعرف نجيب صيغه الابعاد. لان خلاص بقى صيغه الابعاد بتاعت الكتله ام كابيتال، بتاعت الطول ال كابيتال، بتاعت الزمن تي كابيتال. طب لو عندي اي واحده من غير ال3 دولت نعرف نجيب بيها صيغه الابعاد بدلاله الام والال والتي كابيتال. ازاي؟ تعالى بقى نشوف مع بعض اول فكره، ازاي من القانون نقدر نجيب صيغه الابعاد وكذلك الوحده كمان بالمره. يعني مثلا اول سؤال معانا اهو، احنا عارفين ان السرعه بتساوي المسافه على الزمن. حصل. عايزين بقى نعرف ايه هي صيغه الابعاد بتاعت السرعه. جميل. عايزين نتفق اتفاق عصمت. هو هنا في علامه اسم صح؟ حلو قوي. هننزلها زي ما هي وهنتفق اتفاق. ايه هي؟ القانون بتاع السرعه المسافه على الزمن. لو الحاجه اللي في القانون دي كانت واحده من ال3 دولت، كتله او طول او زمن، نعمل فيها ايه؟ ننزلها زي ما هي.
يعني الكميه الاساسيه نزلها زي ما هي. طب ما نعملها اغنيه دي حلوه، الكميه الاساسيه نزلها زي ما هي. قول تاني، الكميه الاساسيه نزلها زي ما هي. الثلاثه الاساسيين في صيغه الابعاد بالنسبه لي ايه وايه وايه؟ كتله، طول، زمن. حلو قوي. يبقى انا يا مستر هاجي هنا بسم الله هسال نفسي، مش المسافه دي عصمه هي الطول؟ أيوة. خلاص ننزلها زي ما هي. كلام محترم قوي. ماشي. الزمن هل من الثلاثه برضو؟ أيوة. خلاص يبقى ننزله زي ما هو. يعني انا يا مستر الحاجه اللي انا عايز اجيب لها صيغه الابعاد ببص على القانون بتاعها. ده كلام محترم قوي. القانون هيبقى فيه بسط ومقام. اوكي. الحاجه اللي في البسط او في المقام لو كانت من الثلاثه اللي هم كتله، زمن، طول، اعمل فيهم ايه؟ نزلهم زي ما هم. طيب اما لو كانت مش من الثلاثه اللي هم كتله، زمن، طول، فكها لقانون ليها يبقى فيه الثلاثه دولت. لا حلوه. اسمع دي تاني. يبقى انت بعد ما تكتب القانون، لو الحاجات اللي في القانون من المسافه او الكتله او الزمن نزلهم. اوكي. طب لو الحاجات اللي في القانون مش من الثلاثه اللي هم كتله ومسافه وزمن، انزلها زي ما هي ولا افكها؟ هنشوف مع الوقت. احنا هنا حظنا نبدا بمثال سهل، ان المسافه من الثلاثه نزلناها والزمن من الثلاثه نزلناه. نعمل ايه بقى؟ شيل كل واحده من دولت وحط صيغه الابعاد بتاعتها. المسافه صيغه الابعاد بتاعتها، استنى انا عايز الخبطهم. في ناس تقول لك المسافه بالمتر. لا دي الوحده. خلي بالك من الحته دي. هناك فرق بين الوحده وبين صيغه الابعاد. انا بسال هنا يا حبيب قلبي على صيغه الابعاد. فالمسافه اللي هي الطول في صيغه الابعاد، الرمز بتاعها لو انتوا فاكرين اهو. فين ال كابيتال، فهنشيلها ونحط ال كابيتال. طب الزمان تي كابيتال. حلو قوي. يبقى صيغه الابعاد بتاعت السرعه لحد دلوقتي مين على مين؟ ال على تي كابيتال. بس احنا في صيغه الابعاد بنحب نكتبها من غير ما يبقى عندنا مقام، صح؟ طب نعمل ايه رايك لو جينا هنا نزلنا ال كابيتال دي زي ما هي؟ احنا اتفقنا عايزين نحول الاسم لضرب، يعني بالبلدي التي كابيتال اللي في المقام عايزين نطلعها فين؟ في الوسط. حلو قوي. طب هي التي كابيتال دي مش احنا ممكن نعتبر الاس بتاعها اس واحد؟ واحنا عارفين في الرياضه من اعدادي وابتدائي ان احنا لو عندنا في المقام اس واحد يطلع في البسط بنفس الاشاره ولا بعكس الاشاره؟ عكس الاشاره. يعني لو هنا تي اس واحد لو طلعت في البسط يبقى اسمها تي أس سالب واحد، صح كده؟ أنا خلصت يا باشا. دي الإجابة اللي أنا هبقى عايزها منك آخر السنة. يبقى من الأول تاني صيغة الأبعاد بنعمل إيه؟ بعد ما بنبقى كاتبين القانون اللي إحنا هنديهولك. يعني أي قانون هتبقى أنت عايزه هنديهولك. ليه يا مستر؟ لأن أنت لسه ما خدتش قوانين في المنهج. بس على آخر السنة مش هنديهولك. لأن إحنا في درس هندرسه اسمه السرعة، في درس هندرسه اسمه العجلة، في درس هندرسه اسمه كميه الحركه، في درس هندرسه اسمه القوه. فعلى اخر السنه القوانين دي كلها انت هتبقى عارفها، بس احنا بنتعامل معاك في الاول حتى الكتب الخارجيه كلها ان انت لسه مش عارف القوانين دي. فيبقى اول خطوه بنكتب القانون. 2، لو لقينا في القانون حاجه من الثلاثه اللي احنا مذاكرينهم كتله، زمن، طول، ننزلها. لو لقينا حاجه مشتقه فكها بدلاله الثلاثه اللي انت عارفهم. حلو قوي. انا هنا لقيت المسافه من الثلاثه نزلتها، الزمن من الثلاثه نزلتها. اكتب بقى صيغه الابعاد. المسافه ال، الزمن تي. بس احنا ما عندناش حاجه اسمها صيغه الابعاد يبقى فيها مقام. فلو في المقام بتطلعها في البسط. هنا اس واحد تطلع فوق تبقى كام؟ سالب واحد. عصمت هو اللي احنا جبناها دي اسمها صيغه الابعاد، صح؟ طب افرض هو عايز الوحده. طب ما دي سهله. مش احنا الوحده ممكن نستنتجها من القانون؟ المسافه بنقيسها بالايه؟ كوحده بالمتر. بالمتر. حلو. والزمن بالثانيه. حلو قوي. فلو هنا متر وهنا ثانيه نكتبها مين على مين؟ متر على الثانيه. ادي متر على الثانيه اللي احنا برضو ممكن نكتبها متر. مش الثانيه دي في المقام لو طلعت في البسط تبقى ثانيه اس سالب. انا خلصت. يبقى انا كده علمتك ازاي من القانون تستنتج صيغه الابعاد والوحده. الموضوع هيبقى اسهل لما نكمل حل. خد بقى المفاجاه. المفروض ان احنا بناخد مستويات اعلى دلوقتي، صح؟ مع المستويات الاعلى دي هتلاقي الموضوع اسهل لان الموضوع عمال يتكرر. يلا بينا. المثال الثاني مثلا احنا عايزين من القانون بتاع العجله نجيب لها صيغه الابعاد بتاعه العجله. طب خلاص احنا بعد ما بنكتب القانون اول خطوه بنسال نفسنا قانون ايه؟ السرعه الزمن. كتبنا القانون خلاص. الخطوه الثانيه السرعه والزمن. لو حاجه منهم اساسيه نزلها زي ما هي، لو اساسيه نزلها زي ما هي. طب لو حاجه مش من الثلاثه اللي احنا مذاكرينهم لازم نفكها.
طب خلاص، انا هسأل سؤال. الزمن ايه رايك فيه عصبت؟ هل من الثلاثه؟ خلاص نزله زي ما هو. في مشكله؟ طب السرعه هل من الكتله والطول والزمن؟ يبقى انزلها ولا افكها؟ طب ايه القانون بتاع السرعه؟ اهو ان السرعه بتساوي مين على مين؟ المسافه على الزمن. فاروح شايل السرعه وحاطط بدلها يا حبيب قلبي كلمه اهو المسافه على الزمن. اصبح المقام دلوقتي في زمن ولا زمن في زمن؟ زمن في زمن. حلو قوي قوي قوي. يا رب يفرحوني ويردوا عليا يا رب. تعالى بقى، اصبح دلوقتي دي من الثلاثه، دي من الثلاثه، دي من الثلاثه. يبقى اخش بقى احط صيغه الابعاد. المسافه صيغه الابعاد بتاعتها حرف الايه؟ الام كابيتال. الزمن تي، والزمن سوري الكتله ام. المسافه ايه؟ المسافه ال. حلو قوي. الكتله هي اللي ام كابيتال، عفوا. طيب يلا، الزمن تي والزمن تي. طيب يبقى انا كده هكتب تي ولا تي في تي؟ تي في تي. ما تي في تي اكتبها تي ولا تي اس 2؟ تي أس 2. حلو قوي. فبقت الاجابه ال على تي اس 2. بس احنا اتفقنا صيغه الابعاد ملهاش مقام، صح؟ فلو عندنا مقام لازم يطلع فين؟ في البسط. فهنا تي اس 2، الاس ده موجب صح؟ لو طلع في البسط يبقى تي اس 2 ولا سالب 2؟ انا خلصت خلاص. اللي انا كتبته ده يا حبيب قلبي اسمه صيغه الابعاد. طب تيجي بالمره يا عصمت نستنتج الوحده؟ تعال. هو ال دي مسافه، المسافه بنقيسها بالايه؟ بالمتر. في الزمن ده التي كابيتال ده زمن، والزمن بنقيسه بالايه؟ اكتبها ثانيه ولا ثانيه اس سالب 2؟ يبقى الوحده بتاعه العجله استنتجناها من صيغه الابعاد مين على مين؟ متر في ثانيه اس سالب 2. طب ممكن نكتبها بطريقه ثانيه؟ هنا لو متر مش دي فيه؟ لو انا خليتها على، ففوق القص كان بالسالب، لو نزل في المقام يبقى بالموجب. يبقى انا كده علمتك ازاي من القانون نجيب صيغه الابعاد، ادي صيغه الابعاد، ونستنتج الوحده. طب يلا واحده اعلى كمان بقى. في حاجه هندرسها ان شاء الله بس مش دلوقتي، خليك بس عارف القانون بتاعها مؤقتا لحد ما يبقى ليها حصه كامله نتكلم عليها، اسمها كميه الحركه. كميه الحركه القانون بتاعها بتساوي الكتله في السرعه. قول معايا بتساوي ايه؟ الكتله في السرعه، اللي احنا لسه ما نعرفش ايه كميه الحركه دي بس مؤقتا كده بناخدها. يلا، الكتله في السرعه. مستر احنا اتفقنا بعد ما بنكتب القانون اللي انا هديهولك النهارده في الواجب، لان انت لسه ما خدتش قوانين معانا خالص، لسه هنبتدي ناخد قوانين من الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، ما خدناش ولا قانون لحد دلوقتي. طب الكتله في السرعه، الكتله هل الكتله من الثلاثه؟ يبقى ننزلها. حلو قوي، جميل. عصمت هل السرعه من الثلاثه؟ لا. يبقى نفكها. وانا عارف ان السرعه انتوا خلاص ذاكرتوا القانون بتاعها من كتر ما استخدامنا النهارده والاسبوع اللي فات، بتساوي مين على مين؟ المسافه على الزمن. يبقى الكتله في المسافه على الزمن. اللي هيكمل معايا ده حد جامد جدا، يا رب يفرحوني. تعالى بقى نعوض. الكتله صيغه الابعاد بتاعتها ام. طيب في المسافه صيغه الابعاد بتاعتها ال، صح؟ على الزمن صيغه الابعاد بتاعته تي ولا تي كابيتال؟ تي كابيتال. هل عندنا في صيغه الابعاد مقام؟ لا. خلاص يبقى هننزل الام وننزل ال. تي هنا اس واحد تطلع فوق تبقى تي واحد ولا سالب واحد؟ انا خلصت. اللي انا عملته ده يا حبيب قلبي اسمه صيغه الابعاد. طب هل من صيغه الابعاد ممكن نجيب وحده القياس؟ يلا بينا على طول. ايه راي حضرتك نشيل كل واحده ونحط الوحده بتاعتها؟ هي الام مش دي كتله؟ ايه الوحده بتاعتها؟ كيلو جرام. في ال مش ده المسافه؟ ايه الوحده بتاعته؟ متر. في مش ده تي كابيتال زمن؟ الوحده بتاعته ثانيه. اكتبها ثانيه ولا ثانيه سالب واحد؟ يبقى الوحده بتاعت كميه الحركه كيلو جرام متر ثانيه والسالب واحد. او عشان برضه لو جت النهارده في الاختيارات في الواجب تبقى كيلو جرام في متر. ثواني بقى، الثانيه سالب واحد دي في البسط، لو انا عايز اخليها اس واحد تبقى في البسط ولا في المقام؟ فتبقى في ثانيه وسالب واحد ولا على الثانيه؟ على الثانيه. فالاثنين دولت صح. الفي خليتها على، انا لو دي كانت في المقام وطلعتها بسط سالب واحد، طب هي في البسط عايز انزلها في المقام فالاشاره تتعكس، بدل سالب واحد تبقى واحد. طب اللي جايه دي جامده قوي. يلا بقى، نفسي لو تعرف توقف وتعملها لوحدك. نفسي ابوس ايدك دلوقتي وقف واعملها لوحدك. الخطوات بتاعتنا ايه؟ الناس اللي بتحب تكتب الخطوات، واحد اكتب القانون اللي انا هديهولك
2. لو حاجه في القانون اساسيه نزلها زي ما هي، لو حاجه في القانون اساسيه نزلها زي ما هي، ولو حاجه مشتقه اكتب القانون بتاعها يعني فكها، لو اساسيه نزلها زي ما هي، لو مشتقه فكها. حلو قوي قوي قوي. بعد كده بنعوض بصيغه الابعاد، بحيث لو الكتله بنحط ام كابيتال، لو مسافه طول بنكتب ال كابيتال، لو زمن بنكتب تي كابيتال. الهبل ده صعب يا جماعه؟ يلا يا باشا اعمل بوز، وقف يلا الفيديو حلها، مستنيك اهو. ها طيب تعالى بقى كده نشوف الناس المحترمه اللي المفروض حلت السؤال عملتوا ايه. احنا اول حاجه اهو هنقول بتساوي القوه بتساوي الكتله في العجله. القانون ده جه منين؟ مالكش دعوه، مالكش دعوه، احنا بنكتب لك القوانين. يعني انت يا اخي تلاقي دلع وما تدلعش، احنا لسه ما خدناش ولا قانون. في حصه كامله ان شاء الله هنتكلم عليها عن القوه، هنبقى نعرف القانون ده جه منين. بس انا بقول لك الكتله في العجله، نعمل ايه بقى؟ اسال نفسي عصمت الكتله من الثلاثه نزلها. حلو قوي. في العجله من الثلاثه يبقى فكها. طب يا مستر ايه القانون بتاع العجله؟ هديهولك برضو في الامتحان، بس احنا كده كده خلاص قدامنا. هو العجله بتساوي مين على مين؟ السرعه على الزمن. العجله هتساوي السرعه على الزمن، ادي السرعه على الزمن. تمام؟ في تريك بقى، في ناس تقول لك ايه؟ يا عم المسائل كلها كانت بتخلص في خطوه واحده، من هنا بنستنتج صيغه الابعاد، من هنا بنستنتج صيغه الابعاد، من هنا بنستنتج صيغه الابعاد. طب في مشكله بقى، حد خد باله ان احنا بعد ما فكينا العجله ما زالت السرعه مش من الثلاثه اللي احنا عارفينهم، فلازم نعمل فيها ايه تاني؟ نفكها تاني. يعني انا هاجي هنا انزل الكتله يا سيدي وانزل الزمن، ده حلو قوي. السرعه هل من الثلاثه؟ لا، افكها تاني. طب الفكه بتاعت السرعه مين على مين؟ المسافه على الزمن. يعني انت عايز تقول لي ممكن يبقى عندي كميه مشتقه افكها، اجي افكها الاقي فيها مشتقه تاني، فاعمل ايه يا عصمت؟ افكها تاني. حلو قوي، حلو قوي قوي الفكره دي. تعالى بقى نعوض يلا. امتى بعوض وانا مطمن؟ لما الاقي كل اللي عندي دولت من الثلاثه اللي احنا عارفينهم، كتله طول زمن. يلا الكتله بسم الله، الكتله ام، المسافه ال، الزمن في الزمن تي، والزمن تي في تي، اكتبها تي ولا تي تربيع؟ حلو قوي قوي قوي. هل بيبقى عندنا مقام في صيغه الابعاد؟ لا، يبقى هنزل الام وانزل ال. التي هنا اس 2 تطلع فوق تبقى تي اس. انا متشكر جدا، هي دي الاجابه. سؤال حلو قوي. يبقى انت لو عندك كميه مش من الثلاثه فكيتها، جيت تفكها لقيت فيها حاجه مش من الثلاثه، اعمل فيها ايه؟ فكها تاني. المعلومه دي مهمه. طب عصمت بالمره نعلمهم، هل من هنا ينفع نستنتج الوحده؟ يلا بينا يا باشا، بسم الله. الام الكتله نقيسها كيلو جرام، ال مسافه بنقيسها في الزمن ثانيه، يبقى ثانيه ولا ثانيه اس سالب 2؟ هل ممكن نكتبها بطريقه ثانيه؟ يبقى كيلو جرام في متر، بدل في ثانيه اس سالب 2 تبقى على ثانيه اس 2. دي اور دي او دي، الاثنين صح. يبقى الخلاصه اللي حصلت في الحصه لحد دلوقتي ان احنا اتكلمنا معاك على كونتنت او محتوى اسمه صيغه الابعاد، وقلنا ان صيغه الابعاد دي حاجه بنعبر عن اي كميه فيزيائيه مشتقه بدلاله ثلاث حاجات: الكتله طول زمن، صيغه الابعاد بتاعه الكتله ام، صيغه الابعاد بتاعه الطول او المسافه ال. عايز تكتبها طول او مسافه مفيش مشكله. صيغه الابعاد بتاعه الزمن تي. طب حلو قوي. الخطوات بتاعتنا ايه؟ ازاي من القانون نجيب صيغه الابعاد والوحده؟ رقم واحد بنكتب القانون اللي انت هتبقى مذاكره على اخر السنه. طب انت لسه دلوقتي ما خدتش قوانين، فانا اللي هديهولك. بعد ما بنكتب القانون، الكميه الاساسيه نزلها زي ما هي، ولو عندنا مشتقه فكها. طب افرض فكيتها لقيت فيه برضو مشتقه تاني، فكها تاني لحد ما يبقى كله حاجه من الثلاثه: كتله زمن طول. قول كتله زمن طول. بشيل الكتله احط ام كابيتال، اشيل الطول او المسافه احط ال كابيتال، اشيل الزمن واحط تي كابيتال. طب لو لقيت حاجه في المقام بالاس موجب برفعها فوق تبقى بالاس السالب. السبوره دي مهمه. الناس اللي هتعدي ال 97% السنه الجايه ان شاء الله وهم من طلابنا، يا رب يا رب يا رب يا رب، فين هيعملوا ايه يا اسماء دلوقتي؟ هيعملوا بوز وهيكتبوا الامثله الاربعه دولت من الاول تاني ويحلوها لوحدهم. طب مستر افرض جيت تحل
لقيت الدنيا معاك كويسه الحمد لله. طب ما لقيتش الدنيا معاك كويسه وايديك واقفه، صدقني انت استفدت استفاده بنت لذينه. ساعتها ترجع تتفرج على حلها تاني، وبعد ما تتفرج على حلها تاني تروح موقف وتحلها تاني. هي دي المذاكره يا جماعه. الفيزياء مش من المواد اللي بتيجي من اول مره زي العربي والانجليزي، مع احترامي للمواد دي يعني. اللي هو لما المدرس يجي يقول لك بعد ايها بيتعرب نعت، يجي يقول لك ايه، يلا وقف السبوره وحل مثال ايها الطالب. هنعرف الطالب ايه؟ ما هي نعت يا باشا. ايه الاختبار ان انا اعرف بعد ايها بيتعرب نعت، صح ولا ايه؟ فالفيزياء عندنا ماده مش كده، لازم تفهم وتحل وتغلط، ترجع تبص تاني وتحل وتغلط لحد ما نوصل لاخر السنه ان شاء الله ما نغلطش باذن الله. طيب اول فكره معانا ان احنا ازاي من القانون نجيب صيغه الابعاد والوحده. طيب هل بقى ممكن من الوحده نجيب صيغه الابعاد؟ يعني اديك وحده ونجيب صيغه الابعاد؟ يعني مثلا لو كتبت لك كيلو جرام على متر في ثانيه، دي كده اسمها وحده. طب ما دي كده اسهل، انا من الوحده اجيب صيغه الابعاد على طول. فهنعمل ايه؟ واحده واحده بقى. اول حاجه، مش هنا في على، هنروح عاملين شرطه كسر. حلو قوي. ايه اللي في البسط يا عصمت؟ كيلو جرام. الكيلو جرام. انا عايز صيغه الابعاد بتاعت الكتله. مش كيلو جرام ده كتله؟ أيوة. طب ايه صيغه الابعاد بتاعت الكتله؟ ام. على، عملت على ام، مش الام ده متر. مين صيغه الابعاد بتاعت المتر اللي هو الطول؟ ال. في الثانيه ده زمن، صيغه الابعاد بتاعت الزمن التي. حلو قوي. هل عندنا صيغه ابعاد بيبقى فيها مقام؟ لا. فهنروح منزلين الام. تمام. هنا ال اس واحد، التي اس واحد، يطلعوا فوق يبقوا سالب واحد. فال اس واحد تبقى ال سالب واحد، والتي اس واحد تبقى تي سالب واحد. الحته دي مهمه جدا. يبقى انا ممكن اجيب لك الوحده، ومن الوحده تجيب الكميه او صيغه الابعاد على طول. بس طبعا ده هيبقى مطالب انك تبقى عارف كل حاجه ايه وحدتها. انا عارف ان الكتله كيلو جرام، المتر هو المسافه، الثانيه زمن. طب اللي بعده، لو جبت لك كيلو جرام على متر ثانيه تربيع يا باشا، هي والله. هنعمل شرطه كسر. يلا. الكيلو جرام وحده قياس الكتله اللي صيغه الابعاد بتاعتها ام، على، عملنا على. المتر ده وحده قياس المسافه اللي صيغه الابعاد بتاعتها ال. الثانيه وحده قياس الزمن اللي صيغه الابعاد بتاعتها تي بس عليها اس 2. طيب ما عندناش حاجه في المقام، فال اس واحد تطلع فوق تبقى ال سالب واحد، التي اس 2 تطلع فوق تبقى تي اس سالب 2. طبعا في بعض الناس اللي ساقطه رياضه يقول لك ايه، هو هنا ال اس واحد، هو الواحد ده جه منين؟ هو انت في الرياضه لما بتكتب س تربيع بتكتب س تربيع. طب لو بتكتب س اس واحد بتكتب س اس واحد ولا س بس؟ فلما اجيب لك اي حاجه وما اكتبش عليها اس، ده معناه ان الاس بتاعها كام؟ واحد. ده عشان اخواتنا اللي ساقطين رياضه لحد ما ربنا يتوب عليهم ويعفو عنهم ان شاء الله مع الوقت كده معانا. طيب الناس الجامده المحترمه يا عصمت هتعمل بوز دلوقتي عشان تروح تعمل المثال ده لوحده. يا مسهل مستنيك. حليت؟ طب تعالى بقى نتاكد من حلك. اول حاجه نعمل شرطه كسر عشان هنا في علامه على. كيلو جرام ده كتله، يبقى اكتب ام على متر تربيع. متر تربيع متر تربيع، المتر ده مسافه، والمسافه صيغه الابعاد بتاعتها ال بس اس 2. الزمن ثانيه بس الثانيه ده زمن، وصيغه الابعاد بتاعته تي كابيتال بس اس 2. حلو قوي. الام هتنزل، حصل. ال اس 2 في المقام تطلع فوق تبقى سالب 2، التي اس 2 في المقام تطلع فوق تبقى تي اس سالب 2. الكلام ده مهم جدا 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 جدا. فيا رب يا رب يبقى عدى على خير. دي مسائل مضمونه ان شاء الله لو جات لنا في الامتحان، فلازم ما يبقاش فيها مشكله خالص. طيب كلام محترم جدا. انا معتقد ان الموضوع بتاع من الوحده نجيب صيغه الابعاد اسهل كتير من القانون. طبعا القانون صعوبته ايه؟ القانون صعوبته مش دلوقتي، القانون صعوبته ان اخر السنه انا مش هكتب لك القانون. اخر السنه بنسبه كبيره مش هكتب لك القانون. ليه؟ عشان انت القوانين دي هتدرسها على مدار الترم، فساعتها طبعا بقى اللي ذاكر الترم لحد الاخر هيبقى مذاكر القوانين، فمش هتبقى فارقه مع حاجه. طيب صلوا على سيدنا النبي. في ملحوظتين مهمين جدا يا عصمت عايز اقولهم، وهما افرض مثلا، افرض في قانون زي قانون طاقة الحركة. ممكن حتى نكتب الحتة دي هنا أحسن ونخلي الملاحظات هنا على طول. الملحوظة دي مهمة جدا. افرض حبيب قلبي في قانون زي القانون بتاع طاقة الحركة اللي بيساوي نص في الكتلة
في مربع السرعه. مش ده قانون طاقه الحركه يا عصمت؟ طيب يطلع حد يقول لك احنا عايزين، ركز بقى معايا، عايزين نجيب صيغه الابعاد بتاعه طاقه الحركه. مثال حلو قوي قوي. طب يلا بينا. بس اوضح حاجه. اه مربع السرعه يعني سرعه تربيع. مربع السرعه يعني سرعه تربيع دي يا راجل. ماشي. مربع السرعه يعني اكيد سرعه تربيع. واحده واحده بقى. بص يا سيدي، فلو كتبت طاقه الحركه بتساوي نص الكتله في مربع السرعه. احنا اتفقنا اول حاجه الاساسيه ننزلها زي ما هي، والمش من الثلاثه اللي احنا عارفينهم نسيبها ولا نفكها. طيب تعالى ممكن ابدا من الشمال معلش. طيب مكتوب مربع السرعه اللي هي السرعه تربيع. ادي يا عم بسم الله شرطه كسر، وتعالى بقى نفك السرعه. هل من الثلاثه؟ لا. يبقى نفكها. السرعه بتساوي مين على مين؟ المسافه على الزمن. حلو قوي. ادي المسافه على الزمن. بس في حاجه، هي اسمها سرعه ولا مربع السرعه؟ مربع السرعه. يبقى المسافه على زمن دي عليها ايه ودي عليها ايه؟ تربيع دي عليها تربيع ودي عليها تربيع. في مشكله في الكلام ده؟ طيب تعالى هنا. الكتله هل من الاساسيه؟ هل من الثلاثه؟ أيوة. خلاص نزلت. اتاكد بس يا عم بالراحه. حلو قوي. يجي بقى عند النص، يجي بعض الناس اللي ربنا ما تفش عليهم يروح قال لك ايه؟ يلا في نص. حسبي الله ونعم الوكيل في الاشكال دي. ليه بقى؟ انت يلا الارقام الثابته اللي بتبقى في القوانين ليس لها صيغه ابعاد، فاثناء استنتاج صيغه الابعاد بنعمل فيها ايه يا عصمت؟ بنشيلها كانها مش موجوده. فالملحوظه الاولى اللي عايزين نكتبها اهو، خلي بالك من الحته دي. الارقام الثابته ليس لها صيغه ابعاد. زي مين ارقام ثابته؟ زي ما الاقي قانون مكتوب فيه نص، زي ما الاقي قانون مكتوب فيه الباي. مش انا عارف ان الباي بتساوي كام على كام؟ 22 على 7، فالباي رقم ثابت. فلو لقيت قانون فيه باي، هل وانا بستنتج صيغه الابعاد بنزل الباي ولا بشيلها؟ بشيلها. يبقى المعلومه دي مهمه. لو جينا نستنتج صيغه الابعاد لاي كميه فيزيائيه والقانون بتاعها كان فيه رقم ثابت، ما النص ده رقم ثابت. يعني الكتله زادت الكتله قلت، هو بنص، النص هيفضل نص ولا بكره يبقى ربع. حلو قوي. فلو لنا ارقام ثابته زي النص زي الباي بنعمل فيها ايه؟ بنعتبرها مش موجوده. تعالى بقى نكمل المثال. بقى مثال سهل، يلا بينا. فلو جينا نكمل هنا، يلا شرطه كسر. الكتله ام كابيتال، المسافه ال بس عليها تربيع، الزمن تي بس عليه تربيع. ما عندناش حاجه اسمها مقام، فهنكتب ام ال تربيع وتي هنا اس 2، تطلع تي تبقى تي اس سالب 2. هي دي صيغه الابعاد بتاعت طاقه الحركه. فالمعلومه دي مهمه. اي رقم ثابت في القانون نص باي مش بنعتبره ان هو ليه صيغه ابعاد، هو قصده ملوش صيغه ابعاد. طب المعلومه الثانيه، الدوال المثلثيه ليس لها صيغه ابعاد. الناس بقى اللي ساقطه تقول لك هو ايه الدوال المثلثيه دي اصلا؟ اللي هم الساين، الكوزاين، التان. فلو حصل وكتبنا قانون، لان قدام ممكن كمان مش السنه دي، يعني هيبقى عندنا قوانين فيها ساين وكوزاين بالذات في ثانويه عامه ان شاء الله السنه الجايه. فلو دخل موضوع صيغه الابعاد ده، تفتكر ممكن يدخل عصمه صيغه الابعاد في ثالثه ثانوي السنه الجايه؟ يعني ممكن بعد ما اديها لهم في ثانيه وبقى ده طالب علمي المفروض خلاص، فتطلع السنه الجايه يربط لك ما بين منهج ثانيه وثالثه. فاحنا عندنا قوانين في سنه ثالثه ان شاء الله هيبقى فيها ساين وكوزاين وتان، صح؟ حلو قوي. طب لو لقيت القانون بعد ما كتبته فيه ساين وكوزاين وتان، هل بنفكهم ولا بنشيلهم خلاص؟ بنشيلهم. يبقى خلي بالك من المعلومات دي، ان الارقام الثابته ليس لها صيغه ابعاد زي الباي، النص، الثلث، الربع، والدوال المثلثيه زي الساين والكوزاين والتان هي كمان ملهاش صيغه ابعاد. طيب السبوره الاخيره معانا اللي بعدها هناخد مثال حلو كده عشان نبقى قفلنا اول موضوع الاهم اللي هو صيغه الابعاد، لان الموضوعين التانيين معانا النهارده هابلين جدا جدا جدا. ايه هم بقى؟ بسم الله. هل ينفع يا عصمت نجمع ونطرح صيغه الابعاد
وهل ينفع نضربهم ونقسمهم؟ ما احنا طالما كاتبين يبقى ينفع. فهنا عندنا حاجه اسمها ازاي نجمع ونطرح، وازاي نضرب ونقسم صيغه الابعاد. بص بقى عشان ايه عايزين تشاركني فيها الحته دي. الجمع والطرح في صيغه الابعاد ليه اجابتين. قبل ما نلخص الحدوته عايزين ندخلها لهم في مخهم واحده واحده. طيب دلوقتي انا لو جيت قلت لك انا معايا مثلا كيلو من عصير المانجا، جبت شركه مانجا كده كيلو، حطيت عليه 2 كيلو مانجا، تمام؟ هيطلع في الاخر، ما تقوليش كام، انا حطيت مانجا على مانجا، هيطلع في الاخر ايه؟ بطيخ مانجا، صح؟ يعني انت عايز تقول لي لما بنيجي نجمع ركز في الحته دي، لما بنيجي نجمع صيغه الابعاد ببقى عايز اعرف النوع اللي هيطلع ايه، مش بكام. اصل في ناس تقول لك ايه، بص هنا مثلا ال تي سالب واحد، ال تي سالب واحد، سؤال هل ده هو ده؟ هو حلو قوي. يبقى انا كده بجمع كميتين من نفس الايه؟ النوع. فانا لو جمعت مانجا زائد مانجا يطلع ايه؟ مانجا. حلو قوي. فلو جمعت ال تي سالب واحد زائد ال تي سالب واحد يطلع مين؟ ال تي سالب واحد. اصل في بعض الناس بقى تقول لك ايه؟ لو ربنا ما تابش عليهم، يقول لك اصل هنا واحد ال تي سالب واحد وهنا واحد ال تي سالب واحد، عارف انت الاشكال دي؟ فيقول لك واحد تطلع كام؟ الناس دي هتسقط السنه الجايه ان شاء الله. ليه؟ انا هنا يا حبيب قلبي ما اقصدش، انت قلت كده؟ لا والله. ماشي. انا هنا ما اقصدش انك تطلع لي الكلام ده كقيمه عدديه، انا اقصد النوع. يبقى الجمع والطرح في صيغه الابعاد بيحدد لي النوع، بيحدد لي ايه؟ النوع. فانا لو جمعت يلا زفت زائد زفت يطلع زفت. حلو قوي قوي قوي. جمعت مانجا زائد مانجا تطلع مانجا، حلو قوي. طب لازم ترد بقى، لازم ترد. ال تي سالب واحد هل ده هو ده؟ ده هو ده؟ حلو قوي، يعني من نفس النوع؟ أيوة. طيب اصل في حاجه، انا ما ينفعش اجمع او اطرح الا لو كانوا من نفس النوع. تعالى بقى، انا لو عندي شويه مانجا شلت منهم مانجا هيتبقى مانجا. يبقى ال تي سالب واحد ناقص ال تي سالب واحد تطلع برضو ايه؟ سمعني، ال تي سالب واحد. اصل في بعض الناس اللي ربنا ما تابش عليها تقول لك ايه؟ ده هنا واحد وهنا واحد، صفر، فاطرحهم تطلع كام؟ صفر. هل ده ينفع؟ لا. الناس دي هتسقط اخر السنه الجايه ان شاء الله، مش احنا يعني. طب الحمد لله. يبقى موضوع الجمع والطرح مقصود بيه مش ان احنا نعرف الكميه العدديه، نعرف النوع. فانا لو بجمع حاجتين او بطرح حاجتين من نفس النوع الاجابه بتاعتهم بيبقى نفس النوع. في مشكله؟ طيب افرض بقى يا عصمت مش من نفس النوع، يعني ايه؟ هنا ال تربيع او ال اس 2 تي سالب واحد زائد ال اس 2 تي سالب 2، في اختلاف صح؟ فهل دولت هما الاثنين من نفس النوع؟ لا. يبقى ما ينفعش ولا نجمعهم ولا نطرحهم، فساعتها تبقى الاجابه نقول له هذه العمليه غير ايه؟ ممكنه. الحته دي مهمه جدا جدا. ما ينفعش اجي اقول لك مانجا زائد مانجا تقول لي مانجا، طب مانجا زائد بطيخ؟ شفت بطيخ ايه يا ابني؟ مانجا زائد بطيخ ازاي؟ ما ينفعش صح؟ فكك من جو عصير فرغلي ونعمل ميكس والكلام ده. يبقى مانجا زائد مانجا تقول لي مانجا. طب مانجا زائد بطيخ، اوعى تقول لي كوكتيل، ما بلاش خفه دم واستظراف واحنا لسه في ثانيه ثانيه. فانا حطيت مانجا على بطيخ، بص انت مش عارف تقول هيطلع ايه. طالما مش عارف يبقى العمليه غير ممكنه. في مشكله؟ طب تعالى هنا. بص دي خداعه بقى. في ناس تقول لك ايه؟ هنا ال تي وهنا ال تي وهنا سالب واحد وهنا سالب واحد. ايه رايك يا كمال؟ هل دي هي دي؟ هو الطالب الغبي يقول بس اللي بيفهم او اللي بيشوف بقى مش بيفهم. هنا السالب واحد على التي، بس هنا السالب واحد على مين؟ على ال. فانا كده بجمع كميتين فيزيائيتين من نفس النوع او بجمع صيغه ابعاد وصيغه ابعاد من نفس النوع ولا مش من نفس النوع؟ طالما مش من نفس النوع يبقى هذه العمليه عمليه غير ممكنه. يبقى انا كده استفدت حاجه. عند جمع وطرح صيغه الابعاد لا يمكن جمع وطرح صيغه الابعاد الا اذا كانت صيغه ابعاد وصيغه ابعاد من نفس النوع. طب لو بجمع نوع زائد نفس النوع الاجابه بتبقى هو نفس النوع. حلو قوي. طب لو بطرح نوع ناقص نفس النوع الاجابه بتبقى نفس النوع. طب لو بجمع او بطرح حاجتين مش من نفس النوع هقول له الاجابه غير ممكنه.
الحته دي مهمه جدا جدا جدا. طيب صلوا على سيدنا النبي بقى عليه الصلاه والسلام. طب في الضرب بقى لا مفيش الكلام ده. في الضرب بقى احنا بنهتم بالقيمه العدديه، بنهتم هيطلع مش ال تي سالب واحد، هيطلع كام ال ويطلع كام تي. ازاي؟ تعالى كده نشوف. هو انا عندي هنا ام ال تربيع تي ام ال تي تربيع، صح؟ يعني الاثنين دولت فيهم مين ومين ومين؟ ام وال وتي. فانا هاجي هنا اكتب اهو بسم الله ام ال تي. هنا بقى عايزين حد بيفهم رياضه. احنا عارفين يا عصمت ان احنا في الضرب بنعمل ايه في الاسس؟ بنجمع. هل بقى فرق معايا من نفس النوع ولا مش نفس النوع؟ لا مش فارقه معايا. يبقى بيفرق معايا ان انا اجمع حاجتين او اطرح حاجتين زي بعض، بس في الضرب والقسمه مش شرط زي بعض. اما بنعمل ايه بقى؟ احنا عارفين في الضرب بنعمل ايه في الاسس؟ بنجمع. هنا الام اس كام؟ واحد. وهنا الام اس كام؟ واحد. في الضرب بنجمع الاسس، يبقى واحد واحد كام؟ اتنين. يبقى ام اس 2. يلا ال اس كام؟ 2. ال اس كام؟ 1. يبقى 2 1 كام؟ تلاتة. انا متشكر. هنا تي اس كام؟ واحد. تي اس كام؟ اتنين. 1 و2 كام؟ تلاتة. ده كلام حلو قوي قوي قوي، كلام محترم والله. طيب تعالى اللي بعده بسم الله. هنا ام ال تي ام ال تي، فهنزل الام هنزل ال وهنزل التي. في مشكله؟ يلا ام اس 1 ام اس 1 يبقى ام اس 2. ال اس 1 ال اس 1 ال اس 2. جامده دي بقى، دي جامده. هنا تي سالب 1 تي اس 2. احنا قلنا في الضرب بنعمل ايه في الاسس؟ نجمع. فهنجمع سالب 1 زائد 2. سالب 1 زائد 2. سالب 1 زائد 2 بواحد. ما انت سالب 1 زائد 2 كانك بتقول 2 ناقص 1 تطلع كام؟ واحد. او اعملها بالاله، الناس اللي ساقطه رياضه. فتبقى هي دي الاجابه الاخيره. يبقى احنا في الضرب بنجمع الاسس، في الضرب بنجمع الاسس. طب تعالى بقى في الاسم نفس الكلام. عصمت مش هنا ام ال تي ام ال تي؟ هننزلهم زي ما هم ام ال تي، وهنا برضو يلا ام ال تي. تعالى بقى في الضرب بنجمع الاسس. طب في القسمه بنطرح. طب يلا هنا اس 1 وهنا اس 1. 1 ناقص 1 صفر. 2 1 2 مش هنا اس 1 ف2 ناقص 1 1. هنا اس 1 وهنا اس 1 صح؟ 1 ناقص 1 صفر. في مشكله؟ أيوة. طب اسال بقى سؤال. هي دي كده الاجابه صح؟ اه طب افرض هجيب لي ال بس. كتب لك ال بس، صح. في مشكله ولا مفيش مشكله؟ ده زي الفل. صح. ليه طيب؟ لان اي حاجه اس صفر في الرياضه، اي حاجه اس صفر بكام؟ واحد. فانا ممكن اعتبر دي مش موجوده واعتبر دي مش موجوده، لان اي حاجه اس صفر بكام؟ واحد. فيطلع في الاخر ايه اللي قصاد اللي هي ال اس 1 اللي هي ال اصلا. طيب هو راجل رخم، راجل رخم، وبدل ما يشيل ام كتبها ام اس صفر براحته صح. فخلي بالك ان الاثنين دولت ينفعوا. طب تعالى هنا بقى. حلوه دي. اس 1 اس 1 اس 1 اس 1 اس 1 اس 1. جامده دي. طيب في الاسم بنعمل ايه في الاسس؟ نطرح. 1 ناقص 1 صفر. 1 ناقص 1 1 ناقص 1 صفر. فلو جابها كده صح. طب افرض مكتوب واحد كده، صح. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. لان اي حاجه اس صفر بكام؟ واحد. فلو شلتهم كلهم وحطيت مكانهم واحد كانهم يعني مش موجودين برضو ينفعوا، مفيش مشكله. وكأن دي هي دي فطروا مع بعض. فالخلاصه الضرب بنجمع الاسس، القسمه بنطرح الاسس، الجمع والطرح لازم يطلع لي نفس الاجابه اللي عندنا في الاختيارات من نفس النوع. طب لو بنجمع حاجتين مش زي بعض يعني مش من نفس النوع، بنكتب ان الاجابه في الاخر اجابه ايه؟ غير ممكنه. صلوا على سيدنا النبي. مثال حلو كده تعالى نختم بيه عشان نبقى عملنا كل حاجه، غير بقى الاسئله اللي هنشوفها في الشيت لسه ان شاء الله مع بعض على المنصه بقى. السؤال بيقول لي اذا كانت صيغه ابعاد كميه اكس هي ال اس 2 تي اس سالب 2 والكميه واي كذا، احسب اكس في واي واحسب واي على اكس واحسب اكس زائد واي. طب اول حاجه اهو هو عايز اكس في واي. يلا يا باشا، هي اكس بكام؟ ال اس 2 تي اس سالب 2 في واي بكام؟ ام ال اس سالب 1. جامده دي عصمت قوي بقى. ليه؟ ان احنا متعودين كل مره ان يبقى هنا في ام ال تي وهنا في ام ال تي صح؟ طب هنا في ال وتي ومفيش ام. طب هنا في ام وال ومفيش تي. طب ايه رايك
بعد كده نبقى نثبتها ان لازم يبقى عندي بالترتيب كده مين ومين ومين ام ال تي. يبقى الترتيب بتاعنا نكتب بيه اي صيغه الابعاد، نكتب الام ثم ال ثم التي، صح؟ تعالى بقى هنا اول واحده كاتب لي ال 2 ال اس 2 تي سالب 2. هل كاتب لي ام؟ كاتب لي ام. طب مش ده معناه ان الام هنا كانها موجوده بس اس كام؟ زيرو. اس زيرو. يبقى انا بعد كده لما اجي اكتب اي كميه فيزيائيه لو لقيت الحاجه اللي انت عايزها في الترتيب مش موجوده اكتبها واعتبرها اس كام؟ زيرو. حلوه دي. يبقى من الاول كده خالص، حتى انا هرجع اهو، هاجي هنا اقول له يبقى ال اس 2 تي اس سالب 2، هاجي هنا قبلها واروح حاطط الام اللي مش موجوده بس احط عليها زيرو. في اللي فهم بقى تعالى، احنا اتفقنا بالترتيب هنكتب ام ال تي اهو، ام ال تي. هنا في ام موجوده، هنا في ال سالب 1 موجوده. طب هل هنا في تي؟ لا، يبقى اكتبها تي اس كام؟ صفر. يبقى يا جماعه صيغه الابعاد لازم تجي لنا، بص الامثله اللي فاتت كلها ام ال تي 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 ام ال تي. في مشكله؟ طب افرض في حاجه من الثلاثه مش موجودين، بنكتبها وبنعتبرها اس كام؟ اس صفر. لو حاجه مش موجوده بنكتبها وبنعتبرها اس صفر. الحته دي مهمه جدا. يبقى في عمليات الضرب والقسمه، في عمليه الضرب والقسمه اكتبها معايا، عمليه الضرب والقسمه لو لقينا في حاجه مش موجوده بنكتبها وبنعتبرها اس صفر. لازم يبقى الترتيب ام ال تي. طب في واحده من الثلاثه مش موجوده، حطها بنفس ترتيبها بس اعتبرها اس صفر. خلاص بقت مساله عاديه جدا. يلا نطلع الاجابه. احنا قلنا في الضرب بنجمع الاسس، هنا اس صفر هنا اس واحد. بص ادي ام ال تي، هنا اس صفر هنا اس واحد، صفر زائد واحد واحد، هنا اس 2 وهنا سالب 1. في الضرب بنجمع الاسس، 2 زائد سالب 1 1. هنا سالب 2 وهنا صفر. في الضرب بنجمع الاسس، سالب 2 وصفر سالب 2. تبقى هي دي الاجابه اللي احنا عايزينها. في مشكله؟ طب الحمد لله. ب احنا عايزين واي على اكس. طب يلا بينا. ادي واي على اكس. بسم الله. فين واي على اكس؟ الواي اللي هو مديها لي في المساله ام ال سالب 1، والاكس اللي هو مديها لي ال 2 تي سالب 2. احنا اتفقنا يا عصمت في الضرب والقسمه الترتيب بتاع صيغه الابعاد لازم يبقى ام ال تي ام ال تي، صح كده؟ هل هنا في ام؟ خلاص ننزلها. هل في ال؟ ايوه. سالب 1. هل هنا في تي؟ يبقى نكتبها تي بس اس كام؟ يلا اللي بعده. تعالى هنا. اهم حاجه يبقى في ام ال تي. هل هنا في ام؟ لا. يبقى اكتبها ام اس كام؟ زيرو. ال اس 2، التي اس سالب 2. وفي الاسم قلنا بنعمل ايه في الاسس؟ بنطرح. يبقى الاجابه هتطلع ام ال تي. لازم الترتيب في الاجابه كل مره يطلع ام ال تي. تعالى بقى. هنا واحد وهنا صفر، في الاسم بنطرح، واحد ناقص صفر واحد. حلوه دي. سالب 1 زائد 2 ولا ناقص 2؟ ناقص 2 تطلع كام؟ سالب 3. سالب 3. حلو قوي. طيب هنا صفر وهنا سالب 2، فاقول مين ناقص مين؟ صفر ناقص سالب 2. حلو قوي. صفر ناقص سالب 2. انا عارف في الرياضه ان سالب في سالب بايه؟ موجب. بموجب. تطلع في الاخر كام؟ موجب. موجب 2. هي دي الاجابه اللي هو عايزها. سؤال حلو قوي قوي. اخيرا هو عايز اكس زائد واي. هو اكس هنا ال اس 2 تي سالب 2، واي هنا ام ال سالب 1. عصمت احنا الجمع والطرح لازم يبقوا من نفس الايه؟ نوع. لازم. هل هنا من نفس النوع؟ لا. يبقى الاجابه عمليه ايه؟ غير ممكن. غير ممكن. وبكده يبقى قدام ربنا سبحانه وتعالى احنا عرفنا كل المعلومات العلميه اللي محتاجين نعرفها عن صيغه الابعاد عشان نبقى خلصنا اول عنوان واهم عنوان من المحاضره الثانيه على قناه اليوتيوب. صلوا على سيدنا النبي. تعالى بقى نبدا انا وانت في الجزء الثاني عندنا اللي بنسميه الكسور ومضاعفتها والتحويلات المركبه. عارف انت الجزء السهل الممتنع بس اللي ممكن يبقى خنيق جدا 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 وانت بتحل لو انتوا اتعاملتوا معاه ان هو حاجه سهله بقى فنتدلع ونتمرقع كده واحنا بنسمع الشرح. فيا رب الجزء الاهم
اللي هو صيغه الابعاد اللي خلصنا منه، اللي بيمثل اكتر انا شايف تلتين الحصه وباقي تلت الحصه، فيا رب التلت اللهبل ده نحطه في جيبنا عشان نتوكل على الله ونخش بقى على المنصه نحل التدريبات مع بعض واحنا واثقين في نفسنا. بص حبيب قلبي، عايزين نطلع مع بعض كده مرحله مرحله، عشان انا ما اعرفش مستوى الناس في الرياضه هنا عامل ازاي. فلو جيت قلت لك مثلا انا عايز اعرف ال100 او ال1000 او ال10000 او المليون، ممكن نكتبهم ازاي؟ يعني مثلا انا لو جيت قلت لك ال100 دي ممكن تقول لي هي 10 اس كام؟ اعرف ازاي؟ الارقام دي عشان نحولها لصوره اسمها صوره اسيه بنعمل ايه؟ مثلا انا لو كتبت ال100 10 اس، عد الاصفار، انا عندي هنا كام صفر؟ 1 2، يبقى انا كده عندي 10 اس 2. يبقى انا ممكن في المسائل بدل ما اكتب لك 100 اكتبها 10 اس 2. الكلام ده هيفرق معايا في ايه؟ امشي معايا واحده واحده، ما تسالنيش، جاوبني بس. طب لو قلت لك ال1000 دي 10 اس كام؟ بنكتب 10 وبنعد الاصفار 1 2 3، يبقى 10 اس 3. طيب هنا 10000 10 اس كام؟ هنكتب 10 ونعد الاصفار 1 2 3 4، يبقى 10 اس 4. طب المليون، ربنا يا رب يوعدنا، هنكتب 10 اس كام؟ عد الاصفار، 1 2 3 4 5 6، يبقى 10 اس 6. يبقى انا كده علمتك ازاي لو جبت لك رقم فيه صفار كتير قوي 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 تكتبه بصوره اللي بنسميها الصوره الاسيه. ازاي نحول اي رقم فيه صفار كتير لصوره اسيه؟ بنكتب 10 اس، بنعد الاصفار، والاس هو العدد اللي انت عديته. طب تعالى بقى الناحيه الثانيه. طيب لو في صفار كتير بس بعد العلامه العشريه نعمل ايه؟ موضوع بسيط جدا جدا جدا، هو بكل بساطه كده. هو مش ده اسم 1 من 10؟ عشان عارف الواحد ده كده لما يكتب بعد اسم 1 من 10. طب مش 1 من 10 هي 1 على 10 حصل. طب ال10 هنا دي اس كام؟ اس 1. 10 اس كام؟ اس 1. لما تطلع فوق تبقى 1 ولا -1؟ -1. فيبقى انا كده عارف ان الواحد من 10 10 اس -1. طب اللي بيفهم يلا، مش 1 من 100 دي هي كام؟ حد يتكلم معايا. 1 على 100. طيب ما هي 1 على 100 دي اللي هي 1 اس. تعالى بقى اللي فهم هنا، ال100 دي عباره عن 10 اس، عد الاصفار 1 2، يبقى 10 اس 2. تطلع فوق تبقى 10 اس -2. طيب ما هي برضو دي، تعالى دي اسمها 1 من 1000. طب ما 1 من 1000 اللي هي كام على كام؟ 1 على 1000. اللي هيكمل معايا ده لعيب، يعني 1 على، انت لسه عاملها يا مؤمن، ال1000 اللي هي كام؟ 10 اس 3. بنكتب 10 ونعد الاصفار 1 2 3، يبقى 10 اس 3. الاس الموجب لما يطلع فوق بيبقى سالب. طب دي اسمها 1 من 1000. طب لو جت كده يبقى اسمها ايه؟ قول 5 من 1000. قول 5 من 1000، يبقى اكتبها 5 على 1000. ده كلام محترم. يبقى 5 على 10 اس 1 2 3، يبقى 10 اس 3. الاس 3 دي موجب تطلع فوق تبقى سالب، يبقى 10 اس -3، بس مضروبه في كام؟ في 5، فتبقى 5 في 10 اس -3. فانا علمتك ازاي تحول من رقم للصوره الاسيه بتاعته، وخدنا ليه شكلين. يا اما شكل بسم الله الرحمن الرحيم يبقى العلامه العشريه فيه الاصفار على شمالها، يا اما شكل العلامه العشريه فيه الاصفار بتبقى على يمينها. فتعلمنا ازاي نحول من ده وازاي نحول من ده. وانا واثق ان وانا بكتب الكلام ده في ناس تقول لك يا مستر انت عبيط، احنا عارفين الكلام ده طبعا. لا مش كله، صدقني انا مش ضامن ان كله يبقى طالع متاسس في رياضه. فمشينا معاك واحده واحده اهو. الاثنين دولت فيهم مشكله، يا ريت تكتب انت الارقام دي وتحاول تحولها لوحدك، وتكتب الارقام دي وتحاول تحولها لوحدك. طيب الحاجه الثانيه بقى اللي عايزين نتكلم عليها بس بعد ما تصلي على سيدنا النبي، حاجه اسمها التحويلات. يعني ايه التحويلات؟ بص حبيب قلبي، تخيل كده معايا مثلا لما اجي اقول لحضرتك، بقول مثلا ان نص القطر بتاع كوكب الارض، مش انا عارف ان الارض عباره عن كره؟ حلو قوي. نص قطر كوكب الارض، الكره الارضيه، نص قطر الكره الارضيه عباره عن 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0. صليتوا على سيدنا النبي. فانت بتتكلم كده نص قطر مثلا، بلاش نزود الصفار نقللها شويه، بتتكلم مثلا لو قلنا نص القطر بتاع كوكب الارض، بقول مثلا مليون متر. نص قطر كوكب الارض بقول مثلا مليون متر. هل ده رقم ينفع يتكتب في كتب؟ يعني مثلا لو انا عندي مرجع فيزيائي او كتاب، ينفع مثلا اخد سطر كامل اكتب فيه مليون متر؟ لا. فاحنا عايزين نختصرها ازاي؟ هنزل المتر. اللي مذاكر بقى معايا،
المليون عباره عن 10 اس، عد معايا 1 2 3 4 5 6، يبقى 10 اس 6 متر. فممكن بدل ما اقول مليون متر اقول 10 اس 6 متر. فالعلماء قالوا لك ايه؟ طب ليه القرف ده؟ طب ما تيجي نسمي ال 10 اس 6 دي حاجه. فمثلا راحوا سموا حاجه فين اسمها ميجا. قال لك الميجا بتساوي 10 اس 6. فبدل ما تقعد تقول 10 اس 6 متر ممكن نكتبها واحد. الميجا الرمز بتاعها فين؟ ام كابيتال ونكتب جنبها متر. فال10 اس 6 متر هي الواحد ميجا متر، هي الواحد ميجا متر. ابسطها لك مثال تاني. لما اجي اقول لك مثلا نص قطر ما، او مثلا في مسافه ما، انت ماشي مسافه ما، المسافه دي عباره عن 5000 متر. طب مش انا عارف ان احنا ممكن ننزل الخمسه ونكتب فيه 10 اس، عد معايا 1 2 3 تبقى 10 اس 3. فممكن بدل ما اكتب 5000 اكتبها 5 في 10 اس 3. الناس قالت لك ليه يا عم؟ ما ال 10 اس 3 دي هنختصرها بحاجه اسمها الكيلو. فانا ممكن اجي هنا اروح منزل الخمسه، وبدل 10 اس 3 متر اكتبها كيلو متر، فتبقى 5 كيلو متر. يبقى ال 5000 متر هي ال 5 كيلو متر. فعشان الناس تسهل على نفسها الحسابات اصبح عندنا حاجه اسمها تحويلات. بنمسك الحاجه نحولها لوحده ما انت عايزها. فمثلا تخيل كده معايا، بقول مثلا ان الوحده اللي عندي دي هنا هي المتر. احنا عايزين نحول كل حاجه لوحده المتر. فاصبح دلوقتي في وحده اسمها، اقرا معايا بقى، ملي متر، مايكرو متر، نانو متر، بيكو متر، جيجا متر، ميجا متر، كيلو متر، هكتو متر، سنتيمتر، وهكذا. طب بنحول بقى الكلام ده ازاي؟ ده لازم تبقى انت مذاكره زي عينك. عشان نحول من السنتي للمتر بنضرب 10 اس سالب 2، من ملي للمتر 10 اس سالب 3، مايكرو لمتر 10 اس سالب 6، نانو لمتر 10 اس سالب 9، بيكو لمتر 10 اس سالب 12، جيجا لمتر 10 اس 9، ميجا لمتر 10 اس 6، كيلو لمتر 10 اس 3، هكتو لمتر 10 اس 2. الكلام ده يا جماعه ما فيهوش ذره فهم. انت لازم تبقى عارف الكلام ده زي عينك، وانت مش مطالب بتفسير الكلام ده نهائي. انت مطالب لما اجي اقول لك من سنتي المتر سالب 2، ملي المتر سالب 3، مايكرو المتر سالب 6، نانو المتر سالب 9، وهكذا. من بيكو المتر سالب 12، من جيجا المتر اس 9، ميجا المتر اس 6، كيلو المتر اس 3، من هكتو المتر اس 2. فالدايره دي لازم تبقى قدام عينك بنسبه مليار في المية. ما ينفعش حضرتك تبقى طالع من اولى ثانوي والكلام ده انت مش عارفه زي اسمك. فمعلش هنقعد نقراهم كذا مره كتير. انا رايي نبدا من الصغير للكبير، من اول هنا، من اول السنتي. يلا، من سنتي المتر سالب 2، ملي المتر سالب 3، مايكرو المتر سالب 6، نانو المتر سالب 9. اقف بص لهم اول 4، يبقى انا كده عرفت 1 2 3 4. نمسك 4 ها، بص لهم كويس. يلا، من سنتي المتر سالب 2، من ملي المتر سالب 3، مايكرو المتر سالب 6، نانو متر سالب 9. تمام؟ نخش على اللي بعده. بيكو متر سالب 12. طب ما تيجي نعمل حركه حلوه، نقسمهم السالب مع بعض والأس الموجب مع بعض. نبدا اول حاجه بالسالب من اول تاني بقى. من سنتي المتر سالب 2، ملي المتر سالب 3، مايكرو المتر سالب 6، نانو المتر سالب 9، بيكو المتر سالب 12. مهمين جدا 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 جدا. تاني هنقعد نقولهم لحد ما نزهق. زهقت؟ طب هقولهم تاني برضه. عندك اعتراض؟ يلا. سنتي المتر سالب 2، ملي المتر سالب 3، مايكرو المتر سالب 6، نانو المتر سالب 9، بيكو المتر سالب 12. طب الموجب نبدا برضو من الصغير للكبير. هكتو المتر اس 2، كيلو المتر اس 3، ميجا المتر اس 6، جيجا المتر اس 9. طيب سؤال بقى، هل لازم يبقى في النص هنا مكتوب متر؟ لا يا باشا والله ما لازم. مين قال كده؟ ممكن بدل المتر اروح كاتب لك حرف الاس اللي هو الثانيه.
فبدل ما يبقى اسمها مليمتر هيبقى اسمها ملي ثانيه، بدل ما يبقى اسمها مايكرومتر يبقى اسمها مايكرو ثانيه. فاللي في النص دي هنا مش ثابته، اللي في النص دي هنا تتغير، عشان كده احنا كاتبين بدلها كلمه ايه؟ الوحده. يعني الهكتو دي مش لازم تبقى هكتومتر، ممكن تبقى هكتو ثانيه. فانا مطالب ابقى عارف كل واحده اسمها ايه بالعربي ورمزها ايه وبنحولها ازاي. الكلام ده يا جماعه في منتهى الاهميه. الكلام ده يا جماعه غير قابل للنقاش ان انت تكمل السبوره غير لما تبقى مذاكر الدايره دي. وقفها، اكتبها بطريقتك، اكتبها زي ما هي، بس اوعى تكمل معايا الحصه غير لما تبقى مذاكرهم. ذاكرتهم؟ تمام. تعالى بقى اقول لك انا هسالك في ايه في الكلام ده. بص يا سيدي، اجي اقول لك مثلا نبدا بحاجه سهله الاول. المايكرومتر فيه كام متر؟ ما انت لو مذاكر هتقول لي من مليمتر سالب 3، سنتيمتر سالب 2، مايكرومتر سالب 6، نانومتر سالب 9. حلو قوي الكلام ده. سهله اهي، صح؟ سهله. طب لو هندي المستوى شويه، ازاي؟ لو قلت لك 10 اس 7 مليمتر في كام متر؟ ال 10 اس 7 انا هنزلها، ركز معايا بقى. في المليمتر عشان اخليه متر اضرب في كام؟ 10 اس سالب 3. ما انت بقى لو مش مذاكر ان من ملي لمتر 10 اس سالب 3 مش هتحل الاسئله دي. حلو قوي. يبقى انا نزلت ال 10 اس سالب 7، ال 10 اس 7 الملي متر اضرب في 10 سالب 3. وهنا بقى محتاج حد بيفهم. هو انا لما بضرب بعمل ايه في الاسس؟ بجمعهم، تبقى 10 اس. اجمع يا باشا، 7 زائد سالب 3 4، تطلع 10 اس 4 متر. حلو قوي دي، حلو قوي قوي. طب تعالى هنا 10 اس 3 دي اسمها سكند. لما نحط قبلها حرف الام، بص حرف الام اللي هو مين؟ ملي. فيبقى اسمها ثانيه ولا ملي ثانيه؟ ملي ثانيه. انا هنزل ال 10 اس 3 اللي مذاكر بس. الملي عشان احوله للوحده، من الملي للوحده اضرب في كام؟ 10 اس سالب 3. خلاص يبقى اضرب هنا في 10 اس سالب 3. يا سلام لو حد كمل، تبقى 10 اس. في حاله الضرب بنجمع الاسس. اجمع 3 زائد سالب 3 صفر. طيب و10 اس صفر بواحد، فتطلع الاجابه 1 ثانيه. طيب يلا المثال ده لوحدك، لو جاوبته تبقى معلم. لوحدك اعمل بوز، وقف ولوحدك. حليت؟ تعالى هنا مكتوب 10 اس 7، فهكتب 10 اس 7. سلام لو حد كمل. في من مايكرو جرام لجرام. يعني انا لازم ابقى مذاكر من مايكرو للوحده بضرب في 10 اس سالب 6. فهاجي هنا اضرب في 10 اس سالب 6. في حاله الضرب بنعمل ايه في الاسس؟ بنجمع 7 زائد سالب 6 1، فتطلع 10 اس 1 اللي هي 10 جرام. يعني الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. هو الكلام ده بسببه هنعرف نحل اللي جاي ان شاء الله، بس السبوره دي في منتهى الاهميه تبقى فاهمها. طب لو فهمت اتاكد ازاي انا فهمت؟ مش انا كاتب امثله؟ اكتب الامثله دي تاني دلوقتي وتحلها لوحدك، واللي يقف معاك ارجع بص عليه تاني. والله يا جماعه دي الفيزياء ما بتتجاب من مره واحده. طب في ناس بتتجاب من مره واحده، هي خلقتها كده، هم ناس شاطره معاهم مدرس جامد زي مثلا، بس مش كل مره هتلاقي الموضوع سهل كده. طيب تعالى بقى اوريك ايه حوار اللي انت قلت لنا عليه ده يا اشرف من شويه، اللي اسمه التحويلات المركبه. مش احنا قلنا عندنا كسور والتحويلات المركبه؟ ايه بقى تحويلات مركبه دي؟ عايزك تساعدني شويه. بص يا سيدي، عشان الطلبه كلها بتكره الحته دي والله. هي دي اسمها مايكرو، صح؟ لما احط بعدها متر يبقى كلها على بعض اسمها ايه؟ مايكرومتر. انا لو حبيت احول من مايكرومتر لمتر، مش لازم ابقى مذاكر ان من مايكرومتر لمتر اضرب في كام؟ 10 سالب 6. حلو قوي. يبقى من مايكرومتر لمتر انتوا اللي قلت اهو هنضرب في 10 اس سالب 6، صح؟ طب معلش خدني على قد عقلي، هو ده متر صح؟ لما احط قبليه ام يبقى اسمه متر ولا ملي متر؟ طب من ملي متر لمتر، الملي بنضرب في كام؟ 10 اس سالب 3. دي حاجات سهله. افرض بقى ابن اللذينه جه قال لك ايه؟ طب من مايكرومتر لملي متر اضرب في كام؟ كل هيقول ده اشرف ما ادهناش في الجدول. ما دي بقى عايزه حد بيفهم. انت مشيت من هنا لهنا 10 اس سالب 6، ومن هنا لهنا 10 اس سالب 3، مش يبقى الحته اللي في النص دي هي الفرق ما بينهم؟ طيب احط كام على 10 اس سالب 3 عشان تبقى 10 اس سالب 6؟ 10 سالب 3. يبقى اضرب هنا في 10 اس سالب 3. يعني السؤال لو جالي كده اخر السنه، جه قال لي انا عايز اعرف من مايكرومتر لملي متر
اضرب في كام؟ هل دي اسئله هتتجاب بالنظر؟ امال هنعمل ايه؟ هنروح عاملين نفس الرسمه دي كده، هكتب هنا مايكرومتر واكتب هنا متر واكتب هنا مليمتر وكده كده هنا متر. بص الحل هو من الاول، فهقول من مايكرومتر لمتر اضرب في كام؟ 10 اس سالب 6. تاني اهو بنعيدها، من مليمتر لمتر اضرب في كام؟ 10 اس سالب 3. طب من هنا لهنا بقى اسال نفسي، عشان من هنا لهنا يبقى 10 اس سالب 6، طب طالما هنا 10 اس سالب 3 احط هنا كام عشان يبقى 10 اس سالب 6؟ 10 اس سالب 3، فتبقى الاجابه ساعتها 10 اس سالب 3. في مشكله؟ طب مثال تاني، عندنا كذا مثال لحد ما تكره الحته دي خالص. بسم الله. يلا. عصمت، هي دي اسمها ايه؟ نانومتر صح؟ ودي مايكرومتر ودي مليمتر ودي متر. هاجي اسالك شويه اسئله هنا مثلا، هاجي اقول لك اخر السنه انا عايز اعرف احول من نانومتر، النانومتر بيساوي كام مليمتر؟ ادي سؤال ممكن يجي لنا اخر السنه. واجي اقول لك تاني انا عايز اعرف النانومتر بيساوي كام مايكرومتر، وعايز اعرف جامده دي قوي، جامده دي قوي بقى، المليمتر دي اصعب واحده هتساوي كام نانومتر. ركز معايا بقى، انا الاول بعمل ايه؟ بمسك الصغيرين احولهم لمين؟ الكبير. للكبير صح؟ مين الكبير بتاعنا هنا؟ المتر. المتر. يلا بينا، من نانو لمتر اضرب في كام؟ 10 اس سالب 9. من مايكرو لمتر اضرب في كام؟ 10 اس سالب 6 صح؟ من مليمتر لمتر اضرب في كام؟ 10 اس سالب 3. عايزك بقى تساعدني يا عصمت. هو من هنا لهنا 10 اس سالب كام؟ 9. ومن هنا لهنا 10 اس سالب كام؟ 6. يبقى من هنا لهنا كام؟ 10 اس سالب 3. 10 اس سالب 3. اشمعنى؟ عشان لما اجمع 10 اس سالب 3 على 10 اس سالب 6 يبقى كلها فعلا كام؟ 10 اس سالب 9. طب ركز معايا، هو من هنا لهنا 10 اس سالب 6 صح؟ خدنا منها هنا كام؟ 10 اس سالب 3. يبقى من هنا لهنا اجمع كام على 10 اس سالب 3 عشان تطلع 10 اس سالب 6؟ 10 اس سالب 3. 10 اس سالب 3. تعالى بقى بعد اللي احنا عملناه نجاوب على الاسئله اللي هو عايزها دي. بسم الله. هو اللي بيقول لي الاول النانومتر فيه كام مليمتر؟ من نانومتر لمليمتر. حلوه دي. من نانومتر هروح للمليمتر صح كده؟ من نانومتر للمليمتر هعدي على الاثنين دولت صح؟ يبقى 10 اس سالب 3 و10 اس سالب 3 تبقى كام؟ 10 اس سالب 6. طب تعالى اللي بعدها، حلوه دي قوي. طب من نانومتر للمايكرومتر، انا هنا عند النانو وعايز اروح للمايكرو. يلا بينا، من النانو للمايكرو عملت خطوه بكام؟ 10 اس سالب 3. 10 اس سالب 3. حلوه قوي 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 قوي. طب اللي جاي دي صايعه قوي بقى، اللي جاي دي صايعه قوي قوي قوي. طب بيقول لي من مليمتر لنانومتر، يعني انا عند الملي هروح من نانو للملي ولا من الملي للنانو؟ طب ثواني بقى، هو من النانومتر للمليمتر مش همشي من هنا لهنا، يبقى كام وكام؟ 10 اس سالب 3 و10 اس سالب 3 هضرب في كام؟ 10 سالب 6. 10 سالب 6. يعني من نانو للملي 10 سالب 6 صح؟ طيب من الملي للنانو طالما عكست الاتجاه اعكس الاس، فبدل ما تبقى 10 سالب 6 تبقى كام؟ 10 اس 6. يا جماعه الاسئله دي جامده جدا جدا جدا. الاسئله دي جامده قوي 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 قوي. انا عايز اعملها تاني، معلش عايز اعملها تاني. يبقى احنا كان عندنا من النانو لحد الملي، حاضر نعملها لك تاني يا باشا. يبقى من نانومتر للمايكرومتر للمليمتر للمتر. همشي معاك واحده واحده اهو. احنا الاول بنحول من الكبير للصغير، فمن النانومتر للمتر ضربنا في كام يا عصمت؟ 10 اس سالب 9. طب بعد كده من المايكرومتر للمتر ضربنا في كام؟ 10 اس سالب 6. طيب ما تيجي نجيبها بالفرق كده، هي لو دي سالب 9 ودي سالب 6 يبقى من هنا لهنا كام؟ سالب 3. 10 اس سالب 3. بص الموضوع سهل ازاي؟ طيب من مليمتر للمتر احنا حافظينها كام؟ 10 سالب 3. 10 اس سالب 3. حلو. طب من هنا للاخر 10 اس سالب 6 ومن هنا لهنا 10 اس سالب 3 يبقى الحته دي كام؟ 10 اس سالب 3 عشان لما نجمعها على 10 اس سالب 3 تطلع كام؟ 10 اس سالب 6. في مشكله في الكلام ده؟ طيب اجي اقول لك ايه بقى الاسئله بلون تاني اهو.
اجي اقول لك مثلا طيب من النانو للمليمتر، من النانو للمليمتر، هسال نفسي من النانو للملي همشي على كام مرحله؟ واحده الثانيه دي بكام؟ 10 سالب 3 ودي بكام؟ 10 سالب 6 يبقى بكام؟ 10 دي 10 سالب 3 ودي 10 سالب 3 يبقى هما الاثنين مع بعض كام؟ 10 سالب 6. 10 سالب 6. طب لو قلت لك هنا هنضرب في 10 اس سالب 6. طب لو من الملي للنانو اعكس الاشاره تبقى 10 اس كام؟ موجب 6. تمام؟ طب عشان قلبي يطمن واحده كمان دي جامده قوي بقى. تعال الوحده الاساسيه عندنا هنا مين؟ الجرام. طب تعال فمن مايكرو جرام لجرام بنضرب في 10 اس سالب 6. من ملي جرام لجرام نضرب في 10 اس سالب 3. من قبل ما تكمل اعرف اجيب اللي ما بينهم دي؟ ما لو دي سالب 6 ودي سالب 3 احط كام على السالب 3 عشان تبقى سالب 6؟ سالب 3. حلو قوي. يبقى من هنا لهنا 10 اس سالب 3. طب حلو قوي. طب من جرام لكيلو جرام، من جرام لكيلو جرام لازم تبقى مذاكر التحويلات. من الوحده بص من الوحده للكيلو بنضرب في 10 اس سالب 3 ولا 3؟ 3. يبقى 10 اس 3. حلو قوي. اجي بقى انا اسالك اقول لك ايه مثلا؟ كيلو جرام للجرام 10 اس 3. من ايه؟ من الكيلو جرام للجرام 10 اس 3. يعني لو رجعنا تاني انا عند الكيلو وعايز اروح للوحده نفسها 10 اس 3. صح. يعني ثانيه واحده انت عايز تقول لي خلي بالك انا بحول من الكيلو جرام للجرام كده يعني صح؟ صح. اضرب في 10 اس 3. طب معلش انا رخم وعايز اعكسها. طب لو عكستها اعمل ايه في الاس؟ يبقى في 10 اس كام؟ سالب 3. طيب تعالى بقى العب معاك. اجي اقول لك مثلا ايه؟ ممكن تقول لي المايكرو جرام بيساوي كام ملي جرام والملي جرام بيساوي كام كيلو جرام؟ يلا بينا. طيب المايكرو للملي، انا عند المايكرو وعايز اروح للملي، انا عند المايكرو وعايز اروح للملي، ضربت في كام؟ 10 سالب 3. بس خلاص يبقى 10 وسالب 3. يبقى انت لما بتعمل الاسهم دي بتسالك العمليه قوي. طب من الملي للكيلو انا عند الملي صح؟ وعايز اروح لحد الكيلو. تعالى هو من هنا لهنا 10 وسالب 3. ومن هنا لهنا 10 وسالب 3. يبقى المسافه كلها كام؟ 10 سالب 6. 10 وسالب 6. اسئله مهمه جدا جدا جدا، فيا رب تبقى بالنسبه لنا سهله. قبل ما نشوف اخر مثال معانا في الحته دي عايز اعلق على حاجتين. احنا عارفين ان اكبر رقم عندنا هنا بالسالب 10 اس سالب 12 اللي هو البيكو صح؟ طيب هل في حاجه بعد السالب 12؟ في وحده اللي اخترعها العالم احمد زويل لما عمل دراساته والابحاث في مجال الكيمياء اثبت ان في رقم اصغر من ال10 وسالب 12. اسمه ايه بقى يا اسمت؟ الفيمتو. اسمه الفيمتو. يعني احنا ممكن نعمل كده حرف الاف عشان مش مكتوبه احنا نكتبها. ادي اف اللي اسمها فيمتو صح؟ طب من الفيمتو عشان نروح للوحده بنضرب في 10 اس كام؟ سالب 15. سالب 15. ادي في 10 اس سالب 15. يمكن دي مش موجوده، دي كانت موجوده كده في حته لوحدها في الشرح عندنا، ان العالم احمد زويل في مجال الابحاث اللي عملها في التفاعلات الكيميائيه اثبت ان في وحده قياس وصلت لحد كام؟ 10 وسالب 15 اسمها الفيمتو سكند او الفيمتو ثانيه. طيب الخلاصه بقى لما اجيب لك حرف الاس لوحده، مش اس يعني ثانيه؟ طب ام اس ملي ثانيه، مايكرو اس مايكرو ثانيه، ان اس نانو ثانيه. طب لما احط الاف دي، الاف دي اللي هي مين يا عصمت؟ الفيمتو. طيب تعالى بقى واحده واحده. من ملي ثانيه لثانيه اضرب في 10 اس سالب 3. من مايكرو ثانيه لثانيه اضرب في 10 اس سالب 6. عصمت ساعدني، هي لو دي 10 اس سالب 6 خدنا منها 10 اس سالب 3 يبقى هنا كام؟ 10 سالب 3. 10 سالب 3. طيب من نانو ثانيه لثانيه 10 اس سالب 9. طب عصمت ساعدني، هو لو من هنا 10 سالب 6 صح؟ يبقى الحته دي كام؟ 10 سالب 3. 10 سالب 3. الله. طب حلو قوي. من فيمتو ثانيه، من فيمتو ثانيه لثانيه احنا لسه قايلين نضرب في 10 اس سالب 15 صح؟ طب من هنا للثانيه سالب 9 ومن هنا للثانيه سالب 15. اجمع كام على السالب 9 عشان تبقى سالب 15؟ سالب 6. سالب 6. يبقى اضرب هنا في 10 اس
سالب 6. فلو جيت قلت لك بقى من الفيمتو ثانيه للنانو ثانيه كام؟ ومن الفيمتو ثانيه للملي ثانيه كام؟ يلا بينا. من الفيمتو سكند للنانو سكند اهي كام؟ 10 وسالب 6، يبقى اضرب في 10 وسالب 6. طب من الفيمتو للملي، من الفيمتو للملي همشي كام خطوه؟ خطوه الثانيه الثالثه، يبقى سالب 6 وسالب 3 سالب 9 وسالب 3 يبقى سالب 12. الامثله دي مهمه جدا جدا جدا، او الشرح ده مهم قوي قوي، اللي بناء عليه هنعرف نحل الواجب ان شاء الله. يعني لو انت فهمت ده اول ما تخش على المنصه انت هتدعي لنا دعاء قد كده على الامثله اللي احنا قلناها. يعني ده مش حل، انا لسه بشرح الاسئله بقى شكلها هتجن عامل ازاي، هتفهم لما تحل. يعني في ناس تقول لك ايه، انا حاسه ان انا تايهه، انا حاسه ان انا مش متظبطه. طبعا عشان تتظبط لازم كل واحده من دول ترسمها لوحدك وتعملها لوحدك، وبعد كده لما تخش على المنصه وتحل معانا هتلاقي الموضوع اسهل بكتير من الشرح. بس احنا كبرناه شويه عشان حظك ان انت بتاخد مع مدرس بيدي ثالثه ثانوي، فلازم نكبر الموضوع شويتين 3 4 5. بس لما نخش نحل هتقول لي ربنا يبارك لك يا اشرف يا اخويا، الكلام سهل قوي قوي قوي. صلوا على النبي. الوحدات اللي احنا عرفنا ذاكرناها دي كلها، في وحدات تانية ليها بقى مشابهه ليها اسمها وحدات المساحات، وفي حاجه اسمها وحدات فلازم نبقى مذاكرينهم برضو. ازاي؟ احنا عارفين ان المساحه بنقيسها بوحده اسمها وحده المتر، متر مربع، صح؟ طب لو انا كان عندي المساحه بالسنتيمتر مربع، عشان اخليها متر مربع بضرب في 10 والسالب كام؟ 4. طب لو انا عندي المساحه بالملي متر مربع، عشان اخليها متر مربع اضرب في 10 والسالب كام؟ 6. دي برضو لازم مذاكرينها لا مفر منها، مهمه جدا جدا. يبقى من سنتيمتر مربع لمتر مربع سالب 4، ملي متر مربع لمتر مربع سالب 6. هيجي لنا عليها اسئله ازاي هنشوف واحنا بنحل. طب الحجوم، اي حجم عصمت من المعتاد ان احنا نقيسه بالايه؟ متر مكعب. طب افرض كان ملي متر مكعب اضرب في 10 وسالب 9. طب لو كان سنتيمتر مكعب اضرب في 10 وسالب 6. طب لو كان باللتر 10. 10 وسالب 3. التحويلات دي لازم تبقى عارفها زي اسمك مستر. دولت بتاعت وحدات الاطوال، او الوحده اللي اس كام؟ اس 1. بس لو كانت اس 2 او اس 3 لا، يبقى من ملي متر مربع متر مربع سالب 6، سنتيمتر مربع متر مربع سالب 4. الحجوم ذاكر معايا، ملي متر مكعب لمتر مكعب سالب 9، سنتيمتر مكعب لمتر مكعب سالب 6، لتر المتر مكعب سالب 3. هل برضو في حاجه مميزه غير دي عايزين نتكلم عليها؟ ايه هي؟ في وحده عندنا هي وحده طول برضو بنسميها يا عصمت الانجستروم، صح؟ الانجستروم او الانجستروم. هو احنا عارفين ان الطول بنقيسه بالايه؟ بالمتر. طب افرض انا جبت لك الوحده اسمها انجستروم، عشان نحول من انجستروم لمتر بنضرب في كام؟ 10 سالب 10. يعني انا كان نفسي نحط الانجستروم في الدايره دي والله. يعني مثلا كنا ممكن نقول النانو 10 وسالب 9، وما بينهم هنا في وحده الانجستروم. طب الانجستروم بنكتبها ازاي؟ A وعليها دايره صغيره كده من فوق، دي الوحده اللي بنسميها الانجستروم، اللي عشان نخليها متر بنضرب في كام يا معلم؟ 10 وسالب 10. الكلام ده مهم جدا جدا. طب هل الانجستروم ده مميز في قياس حاجه معينه؟ قياس ايه؟ انصاف اقطار الذرات. انصاف اقطار الدوائر الصغيره. الدوائر الصغيره دي زي ايه؟ زي الذرات. حلو قوي. يبقى الانجستروم مميز ان احنا بنحسب بيه انصاف اقطار الذرات، لان الذره بتبقى صغيره قوي قوي قوي، فنص القطر بتاعها بيبقى صغير قوي 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 قوي، فلو قسناه بالمتر هيبقى رقم صغير قوي قوي، فبنقيسه عشان نعرف نقراه بحاجه اسمها الايه؟ الانجستروم. طب انا عايز احول من الانجستروم لمتر اضرب في كام؟ 10 سالب 10. حصه دسمه شويه وفيها معلومات كتير، بس ان شاء الله هتعرف قيمه الكلام ده واحنا بنحل مع بعض على المنصه. وبعد ما فهمنا وظبطنا الدنيا، تعالى بقى كده نختمها بالحدوته. بمعنى عشان ما تقعدش تقول لي اصل انا فاهم 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 فاهم، بس يا جماعه الفيزياء يعني حل. فانت لو فاهم ده انت لو قاعد قدام اللي هيحط الامتحان، بس لو مش فاهم ملناش لازمه. فتعالى بقى كده بعد ما فهمنا وظبطنا التظابيط نحل 3 امثله كده عشان نتاكد ان انت بعد ما فهمت هنحل ازاي. واسمع بقى، هنحل ازاي بسرعه. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك ازاي نحول من ملي متر لمايكرومتر، عندنا بقى كده قاعده عايزين نعملها اسمها قاعده لف وارجع تاني. قول معايا اسمها قاعده ايه؟ لف وارجع تاني. ايه حوار لف وارجع تاني ده؟ انا لو جيت قلت لك حول لي من ملي متر لمايكرومتر، كله مذاكر ان احنا ممكن ازاي نحول لمتر. يعني انا عارف
من مليمتر لمتر اضرب في 10 سالب 3، من مايكرومتر لمتر اضرب في 10 سالب 6، زي الدايره اللي كنا راسمينها هنا من شويه في البي دي اف. طب لو جه قال لي من مليمتر لمايكرومتر، لازم بقعد ارسم المخططات واعمل سهم رايح من هنا لهنا والقصه دي كلها؟ لا، احنا هنشتغل بقاعده لف وارجع تاني. ايه حوار لف وارجع تاني ده؟ انا اول حاجه المليمتر عشان اخليها مايكرومتر على طول مش هعرف. انا عايز اعمل ايه؟ اول حاجه احولها للاصليه، الوحده نفسها اللي هي المتر. طب انا عارف من مليمتر لمتر بنضرب في كام؟ 10 اس سالب 3. ومن المتر ارجع اروح للمايكرومتر اضرب في كام بقى؟ انا عارف من المايكرومتر لمتر بنضرب في 10 سالب 6. طب لو العكس من متر للمايكرومتر اضرب في 10 اس موجب 6. حلو قوي. اذا انا عشان اروح من مليمتر للمايكرومتر مشيت بخطوتين، رحت ولفيت ورجعت تاني. من المليمتر 10 سالب 3، من المايكرو للمتر سالب 6. طب انا العكس من متر للمايكرومتر موجب 6. حلو قوي بقى. يبقى انا كده مشيت على خطوتين. اذا عشان اروح من الملي للمايكرو عملت ايه؟ ضربت في 10 سالب 3 ثم ضربت في 10 سالب 6. يبقى انا كده من ملي للمايكرو هضرب في 10 اس سالب 3 وهضرب في 10 اس موجب 6. حلو قوي. اضرب لي بقى الاثنين دولت في بعض. 10 وسالب 3 في 10 اس موجب 6. انا عارف في حاله الضرب قلناها كتير بنجمع الاسس، سالب 3 وسالب وموجب 6، الناس اللي سقطوا الرياضه اعملها بالاله، يطلع لك موجب 3. يبقى اذا خلاص انا كده وصلت من مليمتر لمايكرومتر في خطوه واحده اهو، ضربت في 10 اس 3. اذا انا عشان اعرفها عملت ايه؟ مشيت على خطوتين. القاعده هنسميها خطوه لف وارجع تاني. انا اول حاجه لازم اروح للوحده الاساسيه، ومن الوحده الاساسيه اروح للثانيه اللي انت عايزها. اللي فاهم تعالى هنا. طب من الفيمتو سكند للملي سكند، من الفيمتو ثانيه للملي ثانيه نفس الكلام. انا مش هعرف اروح من الفيمتو ثانيه للملي ثانيه على طول، لازم الاول اروح للثانيه وبعد كده قاعده لف وارجع تاني. طب من الفيمتو ثانيه للثانيه احنا مذاكرينها، بنضرب في 10 اس سالب 15 اللي اكتشفها العالم احمد زويل. طب يبقى من فيمتو ثانيه لثانيه 10 سالب 15. طب انا لو عايز اروح من ملي ثانيه لثانيه اضرب في 10 سالب 3. طب العكس من ثانيه لملي ثانيه 10 اس موجب 3. اذا من الفيمتو ثانيه للملي ثانيه مشيت مرتين، مره رحت للثانيه ومره رحت للملي ثانيه. يبقى ضربت مرتين، ضربت مره في 10 اس سالب 15 ومره ضربت في 10 اس موجب 3. انا عايز بقى ضربه واحده. في حاله الضرب بنجمع الاسس، سالب 15 زائد 3 تبقى سالب 12. يبقى اضرب مره واحده في 10 سالب 12. اللي فهم يكمل. طب من اللتر لسنتيمتر مكعب، هل من اللتر اعرف اروح على طول للسنتيمتر مكعب؟ لا، انا من اللتر اروح للمتر مكعب. خلي بالك ان اللتر دي وحده حجوم، اوعى حد حمار يقول لي ان اللتر روح للمتر. انا من الاول اللتر اروح للاساس. ايه الاساس بتاع الحجم؟ متر مكعب. ومن المتر مكعب الف وارجع اروح للسنتيمتر مكعب. طب انا عارف من اللتر للمتر مكعب، مذاكرينها من الدايره اللي احنا لسه واخدينها، اضرب في 10 اس سالب 3. حلو قوي. طب دلوقتي انا عند المتر مكعب عايز اروح للسنتيمتر مكعب، اعمل ايه؟ واحده واحده. هو من سنتيمتر مكعب لمتر مكعب بنضرب في 10، قول اس سالب 6. سنتيمتر مكعب لمتر مكعب 10 سالب 6. طب العكس من متر مكعب لسنتيمتر مكعب يبقى 10 اس موجب 6. يبقى انا كده عشان اروح من اللتر للسنتيمتر مكعب مشيت على خطوتين. اول حاجه ضربت في 10 اس سالب 3 ثم ضربت في 10 اس موجب 6. انا عايز اعملها مره واحده. في حاله الضرب بجمع الاسس، سالب 3 وموجب 6 تبقى موجب 3. طب علشان قلبي يطمن، صلوا على النبي. واحده اخيره اهو. طب لو انا حبيت احول لو سمحتوا يعني من الوحده دي اللي احنا بنسميها لو انت فاكر انجستروم مثلا لنانومتر، برضه هنمشي بالقاعده بتاعت لف وارجع تاني. انا لازم الاول اروح من الانجستروم للوحده الاصليه. ايه الوحده الاصليه بتاعت الطول اللي بنشتغل بيها؟ الوحده الدوليه المتر. ومن المتر قاعده لف وارجع تاني اروح للنانومتر. واحده من الانجستروم للمتر اضرب في 10 اس سالب 10. من النانو للمتر 10 اس سالب 9. بس انا هنا همشي العكس، من المتر للنانو يبقى في 10 اس موجب 9. وفي حاله الضرب بجمع الاسس، يبقى في 10 اس سالب 10
ثم ضربت في 10 أس موجب 9 يبقى هضرب فيه في حالة الضرب مجمع الأسس 10 أس سالب 10 في 10 أس سالب في 10 أس موجب 9 اجمع سالب 10 وموجب 9 سالب 1 يبقى ساعتها هضرب في 10 أس سالب 1. القاعدة دي مهمة جدا جدا اللي هسميها لف وارجع تاني. هتلاقيني برضو بقى في الفيديو اللي هينزل على المنصه ان شاء الله في امثله كتير قوي على الكلام ده، هحل لك برضو الكلام ده برضو بطريقه ثانيه زياده عشان اتاكد ان انت شفت الايه الحل اللي على المنصه. بس القاعده دي سهله جدا جدا، وبعد ما فهمنا مش محتاج بقى تقعد تعمل المخططات والاسهم اللي احنا عملناها دي، بس احنا الاول كنا بنفهمك الاصل، بعد كده جبنا الخلاصه زي ما انت شفت، فيا رب تبقى فهمت. النقطه الثالثه والموضوع الثالث الاخير اللي مش هيكمل معانا 5 دقائق، وده بقى جزء نظري فهنشرحه كده زي الاسبوع اللي فات، ان احنا نقعد نقلب فيه في الباوربوينت او الريبريزنتر بتاعنا عشان ننجز في الوقت. الموضوع مش مستاهل حاجه خالص، انت الكلام ده لو قريته لوحدك هتفهمه، ده ممكن يتاخد في ابتدائي واعدادي في ماده العلوم مش في ثانويه عامه والله. اولا كده الخطا في القياس، هل ممكن تقيس اي حاجه تطلع معاك مظبوطه بنسبه 100%؟ مستحيل. مفيش حاجه اسمها قياس بدقه 100%. انت لو جبت المسطره وجيت تقيس بيها طول اي حاجه هتلاقي اصلا في اختلاف. حد يقول لك ايه ده الضلع ده مثلا طوله 8.7، ده الضلع ده طوله 8.6، معنى كده ان القياس مش بيتم بنسبه 100%، احنا بنحسب حاجه بقيمه تقريبيه. حتى مثلا لو انت رحت اشتريت من عند اي واحد خضري كيلو بطاطس وهو وزنه لك على اساس انه هو كيلو، وانا عارف ان كيلو يعني 1000 جرام، لو رحت وزنته عند راجل تاني هتلاقي مثلا بدل ما هو 1000 جرام ممكن تلاقيه 1001 جرام او 1000 الا 5 جرام. هذا الراجل مثلا كده بيغشك في الميزان او حاجه؟ لا، مفيش عمليه قياس بتتم بنسبه 100%. حتى بتلاقي راجل وهو بيوزن ساعات تلاقي مثلا لو انت بتجيب 1000 جرام تلاقي مكتوب مثلا على الميزان عند الخضري مش عارف 1010 جرام، هو عارف ان ممكن يبقى في نسبه خطا بسيطه قوي قوي، فالناس اللي بتتقي ربنا قوي 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 يقول لك يا عم لا انا هزود من عندي كام جرام عشان حتى لو في خطا بالاقل يبقى انا مديله فوق اللي هو عايزه بالاكتر. فيا رب تبقى فهمنا الحته دي ان مفيش عمليه قياس بتتم 100%. حاجه كمان مثال زي الترمومتر، لو انت جبت الترمومتر وجيت تقيس حرارتك مثلا وطلع حرارتك مثلا 37.2، واحنا عارفين ان درجه حراره الانسان الطبيعي 37 سيليزيوس، فلو طلعت 37.2 ده معناه ان انت هتموت خلاص انت في خطر يعني؟ لا، ده انت ال 37.2 ممكن تبقى هي 37 اصلا، بس مفيش جهاز بيطلع الدقه بتاعته بنسبه 100%. الموضوع ده بيبقى صعب جدا جدا، فحبينا بس نعرفك ان دايما عمليه القياس لما بتيجي تقيس اي حاجه مش بتتم بنسبه 100%. فطبعا كله هيسالني ايه بقى السبب ان بيبقى في خطا في القياس؟ حوالي 4-5 اسباب عايزين نتكلم عليهم كده. اول حاجه اختيار اداه قياس غير مناسبه. يعني ايه؟ صلوا على سيدنا النبي. مثلا انا مثلا الدبله بتاعتي دي، احنا عارفين ان الفضه والذهب بيتقاسوا بالميزان الحساس اللي بيبقى عند الجواهرجي، اللي بتلاقيه حاطه في فاترينا كده ومحوطه بصندوق وبيحط بيه الحاجه عشان يعرف هي كام جرام، صح؟ ينفع اروح عند الخضري اقول للراجل حط لي الدبله دي عندك واعرف هي كام جرام؟ انت هتلاقي ان الميزان بتاع الخضروات والفاكهه مش حاسس اصلا ان انت حاطط عليه حاجه. معنى كده ان من ضمن عمليات او اسباب خطا في القياس ان انت تختار ميزان بس مش ميزان مناسب، لان كل حاجه بتبقى ليها الحاجه الخاصه بيها. فمن ضمن الاسباب اللي بتؤدي الى حدوث خطا في القياس رقم 1 ان تختار اداه قياس غير مناسبه. ما ينفعش اجيب بطاطس اقيسها على ميزان حساس، وما ينفعش اجيب الذهب اقيسه على الميزان اللي عند الراجل بتاع الفاكهه والخضار. يبقى اول سبب ان احنا بنختار اداه قياس غير مناسبه. 2 وجود عيب في اداه القياس، ان ممكن الاداه اللي انا بقيس بيها مع الوقت تبوظ تتلف، الكفاءه بتاعتها ما تبقاش 100%. زي مثلا في جهاز احنا ان شاء الله هندرسه بالتفصيل السنه الجايه في ثالثه ثانوي، اسمه جهاز الاميتر. الاميتر ده الجهاز اللي بيقيس لي التيار اللي ماشي في السلك شدته قد ايه. يعني لو انت عندك سلك ماشي فيه كهرباء وانا عايز اعرف الكهرباء اللي ماشيه دي شدتها قد ايه، بنجيب جهاز اسمه اميتر يعرف المعلومه دي مؤقتا لحد ما ندرسه بالتفصيل ان شاء الله في ثالثه ثانوي. طب الاميتر ده من ضمن التركيب بتاع الجهاز الراجل ده جواه مغناطيس، هنعرف بيعمل ايه ان شاء الله السنه الجايه. يبقى من ضمن تركيب جهاز الاميتر اللي بيقيس الكهرباء وبيقيس شده الكهرباء جواه مغناطيس. طب هل المغناطيس الكفاءه بتاعته مع الوقت بتفضل 100%؟ لا طبعا. ده انت زمان
ده ممكن بيحصل معاك لحد دلوقتي. بتلاقي مامتك كده ربنا يخليها لك جايبه الحاجات اللي هي الديكور دي اللي بتتلزق على الثلاجه، مش بيبقى فيه مغناطيس بتحطه كده حاجه تلزقه على الثلاجه يديك شكل. مع الوقت كل ما الوقت يعدي ممكن تلاقي الحاجات اللي على الثلاجه دي ابتدت تقع، معنى كده ان المغناطيس ابتدى يضعف. يعني المغناطيس كفاءته قوه الجذب بتاعت المغناطيس مش بتفضل دايما بنسبه 100%. طب انا بقول لك ان الراجل ده جواه مغناطيس، معنى كده ان مع مرور الوقت المغناطيس ده كفاءته هتقل، فهيبقى في دقه في القياس ولا خطا في القياس؟ خطا في القياس. يبقى تاني عيب ان يبقى الاداه اللي انت بتقيس بيها بسبب مرور الوقت حصل فيها عيب من جوه. طب في حاجات تانية؟ طبعا. السبب الثالث اجراء القياس بشكل خطا. ازاي؟ جماعه هو مش اي حد يقيس. يعني حضرتك مثلا لو عايز تقيس ارتفاع برج او طول برج او ارتفاع كوبري او طول كوبري، روح هات مهندس. عايز تقيس حاجه مثلا في مجال الكيمياء لازم تجيب مثلا حد دارس كليه علوم، فمش اي حاجه ممكن نقيسها. فكك من جو بقى نروح نوزن البطاطس ولا نشتري ذهب ولا نبيع ذهب ولا نقيس طول ضلع المثلث بالمسطره. احيانا الشخص اللي بيعمل عمليه القياس بيعملها بعمليه خطا. يعني مثلا مثال بسيط قوي، لو انا عندي، لو جبنا القلم، فين القلم بتاعنا؟ بسم الله. لو انا مثلا عندي ضلع في مثلث كده، لو ده مثلث ادي يا عم ده مثلث، والحته دي مثلا بقول مثلا 5 سنتيمتر، الضلع ده في المثلث طوله 5 سنتيمتر، فانت هتروح تجيب المسطره، ادي منظر المسطره، وهتحطها هنا كده علشان تعرف هو هنا كام. فالمفروض لو هنا 0 وهنا 5 سنتيمتر، فهنا مثلا هيبقى في ارقام كده شرط صغيره، دي المسطره. فانا هحط المسطره هلاقي ان من اول الزيرو لحد الخمسه يبقى الحته دي كام؟ 5 سم. طب حلو قوي. انتوا عارفين لو انا جيت بصيت للمسطره كده من هناك، انا ممكن الاقي الحته دي مش 5 تبقى اقل من 5. معنى كده ان وانا بقيس لازم يبقى نظري للمسطره ابص للمسطره بشكل جانبي لا ولا بشكل عمودي؟ بشكل عمودي عشان اعرف القياس يبقى كام بالظبط. فهو هنا بيقول لك لو انت بتقيس حاجه معينه لو بصيت لها بشكل عمودي وانت بتقيسها، يعني لو افترضنا ان ده حضرتك اهو، ده انت وعينك، ادي عينك اهو، بصت لعمليه القياس بشكل عمودي هتطلع صح. بس لو انت وقفت في الجنب وعايز تعرف القياس بكام، او وقفت من الجنب الثاني وعايز تعرف القياس بكام، لا القياس مش هيبقى احسن حاجه. فعشان كده لازم اللي هيقيس يبقى حد بيعرف يقيس، حد عارف الحاجه اللي بيقيسها دي في مجال شغله بيقيسها ازاي. طيب السبب الثاني العوامل البيئيه. يعني ايه؟ صلوا على سيدنا النبي. انتوا عارفين ان الراجل بتاع محل الذهب ده ما يعرفش ياخد الميزان بتاعه ويقيس لك الذهب اللي انت عايز تشتريه او تبيعه بره في الهواء في الشارع؟ ليه يا مستر؟ اصل الميزان ده حبايبي من كتر ما هو ميزان حساس بيتاثر بكتله الهواء. الهواء الكتله بتاعته صغيره جدا، بس تخيل لو راجل بتاع محل الذهب ده خرج بره وحظه هو بيقيس كتله الذهب في الشارع في شويه رياح، الرياح لما تلمس الميزان انت عارف ان هي هتتقله، فممكن يبيع لك ذهب بوزن كبير قوي قوي وهو وزنه قليل، فيبقى راجل من المطففين. وويل للمطففين، ربنا يا رب ما يجعلنا منهم ولا انا ولا انتم ولا اي حد خالص في الدنيا دي كلها. فيبقى الراجل وهو بيقيس لازم يعمل حساب الظروف البيئيه اللي حواليه. عشان كده حد بيقول لك اهو ان زي درجه الحراره، الرطوبه، التيارات الهوائيه. عشان كده لما بنيجي نقيس باستخدام الميزان الحساس لازم يبقى الميزان الحساس ده هو بتاع الدهب متغطي بصندوق كده. ليه الميزان ده حبايبي بيتغطى بصندوق؟ عشان يمنع الهواء ان هو يخش يتحط على الميزان واحنا بنحط قطع الذهب واحنا بنقيسها. يبقى خلاصه الكلام احنا عمليه القياس عندنا مش بتتم ب 100%، بيبقى عندنا كذا سبب. اول حاجه ان احنا نختار اداه غير مناسبه، وفهمنا يعني ايه؟ ان يبقى في عيب في الاداه دي بسبب مرور الوقت بتتلف، ان اللي بيقيس مش بيعرف يقيس او بيقيس بطريقه غير صحيحه، او اللي بيقيس ما يعملش حساب الظروف او العوامل البيئيه اللي حواليه. طيب حلو قوي، كلها معلومات نظريه سهله جدا جدا. افهم بس كل واحده بتتكلم عن ايه، وهنشوف واحنا بنحل على المنصه بيجي عليها اسئله عامله ازاي. طيب القياس بقى في منه انواع. احنا عندنا نوعين من القياس، في قياس اسمه قياس مباشر وفي قياس اسمه قياس غير مباشر. ازاي يا عصمت؟ تخيل كده معايا، يعني انا هقول مثال غير اللي مكتوب ده. ان انا بعمل مثلا اي حاجه في المطبخ ومحتاج مثلا احط حجم معين من الميه، مثلا بسلق رز مثلا، فعشان اسلق رز محتاج اصب عليه ميه عشان يتسلق، بقت حس الطبيخ. فوانت بتدلق الميه
بتفتح فيديو مثلا على يوتيوب واحد بيقول لك ازاي تطبخ، قال لك ايه؟ حط لتر ميه. هو مش اللتر ده عباره عن حجم؟ طب حلو قوي. يبقى انا كده محتاج احط لتر ميه على رز. فهجيب المخبار اللي الناس كلها عندها في المطبخ، بيبقى اسمه كوز ده ولا جردل، اسمه ايه؟ شفشق مثلا، شفشق او كوز او جردل، بيبقى مترقم عليه اسمه مخبار مدرج، وبتقعد تصب الميه لحد ما تلاقي ارتفاع الميه وصل لحد 1000، صح؟ فوانت كده بتقيس حجم الميه هتلاقي ان مثلا حجم الميه وصل لحد 1 لتر، انت كده قست خلاص، صح؟ هل قست على كذا خطوه ولا على مره واحده؟ يعني انا صبيت الميه لقيت الميه طلعت لحد 1000، خلاص كده انا قست. اللي حصل ده اسمه قياس للحجم. المثال اللي انا قلته ده كنا بنقيس فيه ايه؟ المخبار بيقيس الايه؟ الحجم. ادي كنا بنقيس الحجم، صح؟ طيب افرض بقى احنا عايزين نقيس حاجه زي الكثافه مثلا. هنعرف ان شاء الله كمان كام حصه كده؟ 1 2 3، يعني كمان حصتين الحصه الثالثه، يعني كمان 3 حصص من دلوقتي هنعرف ان في حاجه عندنا اسمها الكثافه، اللي انت خدتها على فكره وانت صغير في اعدادي، بتساوي الكتله على الحجم. بتساوي ايه تاني؟ الكتله على الحجم. فانا لو عندي ماده عايز اقيس الكثافه بتاعتها، كده محتاج هقيسها مره واحده على خطوه ولا على مرتين؟ مره هروح اجيب ميزان اوزن بيه، ومره هروح اجيب مخبار مدرج اوزن بيه، واقسم الكتله اللي طلعت لي على الحجم اللي طلع لي عشان احسب مين؟ الكثافه. فكده عمليه القياس تمت على مرحله ولا مرحلتين؟ عكس هنا. انا هنا وانا مثلا كنت بقول لك الميزان او المثال بتاع الميه اللي احنا عايزين نوزن حجم الميه او نقيس حجم الميه في المطبخ، انا جبت مخبار مدرج بصيت على الميه عرفت الحجم، صح؟ طب انا هنا عشان ايه الكثافه؟ لا، ده انا جبت ميزان احسب بيه كتله، وجبت مخبار مدرج احسب بيه الحجم، وقسمت الكتله على الحجم عشان اجيب الكثافه. فلو تم على خطوه واحده بنسميه قياس مباشر، اما القياس اللي بيتم على مرحلتين او اكتر من خطوه بنسميه قياس ايه؟ غير مباشر. حلو قوي. عشان كده نقدر نقول ان القياس عندنا عباره عن 2 اهو، مباشر وغير مباشر. لو حبينا نعمل مقارنه ما بينهم، بص عدد عمليات القياس المباشر بيتم على كم مره؟ هنا اكتر من مره. طيب العمليات الحسابيه، هل وانا بقيس قياس مباشر بعمل عمليه حسابيه؟ لا. انا لو عندي مثلا القلم ده عايز اعرف طوله قد ايه، جبت مسطره حطيتها قدامه طلع طوله 10، هل عوضنا في قانون ولا هو 10 وخلاص؟ هو 10 وخلاص. اما الناحيه الثانيه لا، ده انا لازم لما قلت لك مثلا قيس الكثافه، ده انا قست الكتله قياس مباشر، وقست الحجم قياس مباشر. طب عشان اقيس الكثافه مش لازم يبقى عندي قانون اعوض فيه عشان اعرف الكثافه؟ يبقى الناحيه الثانيه يجب التعويض في علاقه رياضيه لحساب الكميه الفيزيائيه. ماشي. هنا الاخطاء في القياس المباشر بيتم على كم مره؟ مره. فلو هيبقى فيه خطا يبقى فيه كم مره؟ خطا واحد. بس هنا بيتم على مره ولا كذا مره؟ فلو حصل فيه خطا هيبقى الخطا موجود مره ولا كذا مره؟ حلو قوي. الامثله ما احنا قلنا بقى خلاص اهو، قياس الحجم باستخدام المبرج، او قياس الكثافه مثلا. ممكن بقى تقول اي مثال تاني، وانا لك مثلا قياس الحجم بضرب الطول في العرض في الارتفاع، ممكن تقول له قياس الكثافه في كذا مثال. وبكده نبقى عرفنا بالترتيب كده ان اولا مفيش قياس بيتم بنسبه 100%، وعرفنا اسباب الخطا في القياس، وعرفنا ان القياس عندنا نوعين، المباشر اللي بيتم على مره واحده والمباشر اللي بيتم على كذا مرحله. ايه الواجب اللي احنا المفروض نذاكره او نعمله والخطوات كلها بالظبط؟ مش هقول لك هنا طبعا، انا هقول لك في الفيديو اللي هينزل على المنصه. فاول حاجه لازم تحصل دلوقتي انك تخش على المنصه، لو مش عامل اكونت تعمل، ولو عامل اكونت تفتح يلا فيديو المنصه عشان اوريك العظمه اللي هتحصل على المنصه دلوقتي واحنا بنحل، عشان نشوف هل استفدنا ولا ما استفدناش. لان مهما تبقى فهمت او عندك احساس انك مش فاهم، مش هتعرف تحكم على نفسك غير لما تحل معايا، والحل معانا هيوديك في حته ثانيه ان شاء الله. يا رب تبقى استفدت، ويا رب نبقى لمينا الدرس كله ان شاء الله، ومستنيينكم الاسبوع الجاي مع محاضره جديده. اما بقى اللي هيحصل على المنصه مش هقول لك عليه، اللي هيخش بس هو اللي هيعرف. سلام.